شوية وتايه مش عارف اروح منين لفين بس أنا يعني زي ما بيقول يسأل ما يتوهش يعني. فكنت بقى اول ما اخلص الحصة هسأل بعدها اطلع لهم الجدول بتاعي، بيدوك جدول لما تقدم يقول لك ده المواد بتاعتك والحصص، والاضافة الانجليش اللي هو المادة نفسها. ده في انجليش غير ده في انجليش غير تحسين الانجليش يعني. في اللي هو انجليش 10 و11 و12. بنتكلم على الفلوس، انت قلت كل حاجه ببلاش خالص في المدرسه، يعني الموضوع ما فيش حاجه بندفع عليها فلوس خالص، صح كده؟ قانون ان انت ما تغيبش اكتر من عدد ايام معين في السنه. لو غبت كتير اكتر من كده يدوك انذار في الاول وانذار تاني، وبعدها تروح بقى المحكمه تبرر لهم ليه انت بقى غبت كتير. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. مش عارف بقى، احنا اليومين دول الواحد بيطلعكم في مناظر وحاجات جديده كده، فيعني بنتفسح. النهارده معايا ضيف بس يعني هو ورا الكاميرا عشان بس ايه، انا عارف التعليقات الغريبه السخيفه الجميله الحلوه اللي انتوا بتكتبوها. انت بتطلع لوحدك ليه؟ ما بخليش الضيف يطلع ليه؟ فمش كل الضيوف بتحب تطلع قدام الكاميرا، فاحنا بنحترم رغبتهم يعني. كفايه كتر خيرهم ان هم بيدونا من وقتهم ويساعدونا يعني، ويدونا المعلومات اللي عندهم. فازيك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ نشكر ربنا. ايه الاخبار؟ عرفنا بنفسك. انا فلوباتير. حلو. من مصر، من المنيا تحديدا، من مركز مغاغة. احسن ناس. الله يخليك. بقالك قد ايه هنا؟ بقالي 1 و3 شهور تقريبا. طيب حلو. رينج سنك قد ايه، او يعني انت مخلص ايه يعني؟ لما اتحركت من مصر كنت تقريبا بتدرس في سنه كام؟ لما كنت في مصر كان عندي 17 سنة ونص. اللي هو كام في كنت الدراسة؟ في ثالثة ثانوي، كنت واخد في ثالثة ثانوي 4 شهور. جيت هنا كنت قريب من 18، كان قاعد لي 3-4 شهور وكان من 18 سنة وصلت هنا. طيب اوكي، احنا عندنا بقى شوية اسئلة كده تخص يعني موضوع الدراسة وكده، عشان برضو نساعد اي حد جاي يبقى فاهم برضو الدنيا. وانا حبيت ان انا اجيبها من حد يكون درس، مش يعني مش اهل، عشان هو مش هيبقوا عدوا بنفس الاكسبيرينس. ماشي. طيب الدراسة بالنسبة لك أول ما جيت هنا كنت يعني زي ما كنت متخيل في دماغك، أو كنت حاطط أي سيناريو لموضوع الدراسة أصلا، ولا ما كانش في بالك أي حاجة؟ هو ما كانش في بالي في حاجة تحديدا مخصصة على نظام الدراسة وكده، بس كنت متأكد إن هي تكون أسهل بكتير من النظام اللي في الدول العربية خصوصا في مصر يعني. اوكي. طيب كنت متحمس ولا متوتر؟ كنت متحمس جدا جدا كمان. كنت يعني لان انا بطبيعتي بحب الدراسه وبحب المذاكره كتير، فكنت متحمس قوي. بس في نفس الوقت كنت قلقان شويه من حيث اللغه، وان مكان جديد وعيشه جديده وبلد جديده واكسبيرينس جديده وكل حاجه جديده، فكنت قلقان شويه يعني. طيب اللغه كانت عامله ايه معاك في الاول يعني؟ كان مستواك كان ايه قبل ما اللغه لما جيت انا كنت في تقريبا A2 كان المستوى الثاني. طب خلينا نتكلم ببساطة، احنا بنتعامل مع بشر ما بيفهموش اي حاجة يعني، مع احترام اللي بيتفرج وفاهم، بس يعني في ناس كتير ما بتبقاش فاهمة، فعايزين نوضح يعني انت مستواك كان ايه في التعامل؟ بتعرف تتعامل ولا ما بتفهمش خالص؟ انا كنت بتعامل طبيعي عادي خالص واتكلم مع اي حد. صحيح الاكسنت ما كانتش ممتازة والنطق ما كانش حلو خالص، بس كنت بتعامل مع اي حد. تفهم اللي قدامك وهو بيتكلم؟ افهمه، لو حتى لو ما فهمتوش اقول له اتكلم بشويش واحدة واحدة وعبر اكتر، هفهمه وافهمه عايز يقول لي ايه في الحياة العامية. لكن لو كلمني في مواضيع وفضل يدخل في تفاصيل هيلاقيني انا مش استجابه يعني. انا فاهم العموم بس مش فاهم التفاصيل. فاهم بس مش عارف، ان مش فاهم كل التفاصيل. مش فاهم يعني. انا كنت بسمعهم واحس ان مخي قلب ترجمه جوجل وقاعد يترجم كلمه قدامه. ولما اجي اتكلم كنت في مصر اللي هو تتكلم بالقواعد وتقول اداه استفهام واداه حط فعل مساعد وفعل فبقيت اعمل كده وانا بكلمهم. مع الوقت الموضوع بقى اسرع واسرع يعني. والكلام بقى بيتقال من غير ما انت تحس بيه يعني. اوكي. طيب ازاي كانت اول ايامك في المدرسه؟ الموضوع مش معاك ازاي؟ الموضوع كان يعني اللي هو كنت متوتر بصراحه شويه وتايه مش عارف اروح منين لفين بس أنا يعني زي ما بيقول يسأل ما يتوهش يعني. فكنت بقى اول ما اخلص الحصه هسأل بعدها اطلع لهم الجدول بتاعي، بيدوك جدول لما تقدم يقول لك ده المواد بتاعتك والحصص والمواعيد بتاعتك. بس فكنت اخلص الحصه اطلع الجدول لاي حد واساله انا معلش انا اسف انا طالب جديد هنا ومش عارف اروح فين وده الجدول بتاعي، ممكن تقول لي اروح ازاي وامشي كيف؟ فيقول لي بقى ويوديني لحد الفصل. كمان بيساعدوا يعني؟ بيساعدك جدا وناس ودوده جدا. ولا ممكن مثلا يتضايق ان انت مش فاهم او لا خالص. انا رحت 3 مدارس كلهم احسن من بعض، حتى لو كان اللي هو المعدل بتاعها في المكان اللي عايشين فيه
أسوأ معدل، التعامل مازال كويس وكله تمام. طيب يعني انت فاهم موضوع المعدل ده؟ يعني الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ هل المشكله في المنطقه ولا المشكله في الناس اللي بتدرس جوه المدرسه ولا؟ المشكله مش في المنطقه، ممكن يكون النتيجه مرتبه على المنطقه بس بنسبه قليله. المشكله في الطلبه نفسها او في مستوى المدرسين. يعني هم بيعملوا امتحانات كل سنه، امتحانات في اللغه. طبعا النص اللي جايين في المدرسه واكتر منهم ناس مهاجره من دول مختلفه، فبيعملوا امتحانات لغه وامتحانات في المواد الاساسيه بتاعتك، وبتاخد الامتحانات. كل ما يلاقوا الطلاب كلهم جايبين درجات كويسه وعادين الامتحانات دي من اول مره، انت المعدل المدرسه بتاعك بيزيد معاك اكتر. فالمعدل ده على يعني زي ما نقول كده معدل مستوى الطلبه اللي جوه المدرسه اذا كانوا مجتهدين ولا لا؟ المدرسين والطلبه. ده تقريبا بيتغير، عارف بيتغير كل قد ايه ولا؟ لا بصراحه ما عنديش طيب فكرة. اوكي. طيب انت قلت ان انت غيرت 3 مدارس. طيب خلينا اول حاجه، انت ازاي اخترت المدرسه وبناء على ايه؟ يعني انا دلوقتي لسه جاي، هل ان انا المنطقه اللي انا ساكن فيها دي المدرسه اللي جنبي هنا دي لازم اروحها، ولا الموضوع بيبقى انا اللي اختار زي في مصر كده، ولا الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ هو انت مش مختار قوي، انت بتختار عادي في الاول وفي الاخر، بس في الاول انت بتختار اقرب مدرسه جايه لك من قريب من البيت بمزاجي يعني اوبشنال ان انا اعمل كده ولا اوبشنال عادي. يعني ادام طول ما انت تبع المنطقه نفسها او الكاونتي اللي هنا، زي فيرفاكس مثلا كاونتي هنا، فبتختار اي مدرسه في فيرفاكس لانك انت موجود جواها. يعني اي مدرسه في نفس الكاونتي او في نفس المنطقه اللي انا فيها يعني. مظبوط. بس فبتختار المدرسه، احسن مدرسه انت شايفها. بتختار، ممكن ناس تختار الاقرب بالنسبه لهم، ناس تختار المعدل، عايزه مدرسه معدلها كويس لان التعليم فيها كويس. في ناس بتختار المدارس اللي كلها بيتكلموا فيها انجليش بس مش عايزين لغات تانية، وده طبعا بيبان من المعدل اللي هو التقييم فده بيبان. في ناس بتختار اللي هو المدرسه دي فيها عرب كتير، فانا حابب اكون في مجتمع كده عشان انا ما احسش ان انا وحيد. دي ايه رايك فيها؟ دي مش وحشه بصراحه، كويسه وكويسه قوي، خصوصا في البدايه ان انت مش عايز تحس انك وحيد. وفي بلد طبعا المصريين كلهم كل واحد عنده 50,000 صاحب بالنسبه له، فبيحب يكون في ناس كتير، بتبقى حلوه كويسه في البدايات يعني. فمش وحشه يعني، بيعرفوك انت تعمل ايه وتيجي منين وكده. بس مع اللغه تقريبا هتلاقي نفسك بتتكلم مع عرب او كل اللي حواليك. دي مش كويسه من ناحيه اللغه، مش كلهم بصراحه. يعني في ناس هنا يعني بتتكسف تتكلم عربي في المدرسه، او مش حابه تتكلم بمعنى صح كده. مش عايزين يتكلموا عربي تاني وخلاص، نسوا العربي ونسوا عاداتهم وتقاليدهم، وعايزين يبدوا ويشتغلوا على عادات وتقاليد جديده. بس حتى لو كان من اي دوله عربيه، انا قابلتهم كتير وعارفهم يعني. ما بيحبوش يتكلموا، يعني تكلموا مع عربي فاهمك ويرد عليك بالانجليش، وممكن كمان ما يردش او يقول لك مش عارف ايه ويسيبك ويمشي وما يعبركش يعني. بس طيب اوكي. طيب احنا قلنا انت كنت بتدرس ايه في مصر طب انت لما جيت من مصر انت كنت بتدرس في سنة تانية تقريبا قلت لي؟ انا كنت في ثالثه ثانوي عام. كنت علم علوم وكنت باخد في اخر سنه. طيب يعني خدت يعتبر نص السنه. لما جيت هنا بقى كملت على اللي انت درسته ولا عملت ايه؟ لما جيت هنا وانا بقدم، بعد ما قدمت الابلكيشن بتاع المدرسه كله على الصفحه بتاع المدرسه اللي انت عايز تروحها، بيبقى فيه ابلكيشن الناس الجديده اللي عايزه تيجي تقدم فيها، فبتقدم كل حاجه طبعا، سنك وعنوانك ودراستك اللي درستها قبل كده وكنت منين وكل البيانات الشخصيه بتاعتك. وبالاضافه لده في كمان فحوصات طبيه المدرسه بتطلبها منك على عينيك وعلى ودانك وعلى يعني بشكل بدفع فلوس في الفحوصات دي؟ تروح تعملها انت ليك انت لنفسك، فبتعملها قبل ما تروح المدرسه، وده حاجه لازم تعملها ان انت ما ينفعش. انا بدفع فلوسها يعني ولا المدرسه هي اللي بتتكفل بيها؟ لا، انت تروح لدكتور معين هنا لازم تدفع فلوسها، لان ده حاجه شخصيه ليك انت، المدرسه مش هتعملها لك. ده في البدايه. وبعد كده لما تقدم وتتقبل بتروح مع الكونسلر اللي هي المرشد بتاعك، فبيقول لك دي انت كنت في مصر مثلا وخدت الفصول دي كلها في مصر، فبتحولهم لانجلش طبعا، بتترجمهم كلهم عشان يفهموها. وبعد كده بيحولوا لك الكريدت دي كلها اللي انت خدتها. بس طبعا قبل كل ده بيعملوا لك شويه امتحانات في الاول عشان يتاكدوا ان انت فعلا فاهم ومفيش حاجه غلط في الموضوع. طيب خلينا اول حاجه، انت قلت ان انت بتروح تكشف. تقريبا الكشف تقريبا كان بيكلف كام تقريبا فرنش؟
انا كان معايا انشورنس فبصراحه ما دفعتش طيب فلوس يبقى احنا كده لو في انشورنس بيشيل كل حاجه، وطبعا يعني معظم الناس هنا بتحب تعمل هي انشورنس او بتبقى لازم في تعمل حدود insurance. يعني من $120 مش حاجة $200 ضخمة مثلا، يعني مش كتير قوي يعني. طيب اوكي. دخلت بعد كده قلت ان هم ظبطوا لك موضوع اللي هو الكريدت او الحاجات اللي انت درستها في مصر. الكريدتس اللي خدتها كلها في مصر خدتها واتحولت لي كلها هنا، وتاكدت بعد ما خدت الامتحانات ونجحت فيها. انت دخلت يعني في امتحان خدته؟ خدت امتحانات في الاول بدايه السنه. ده امتحان بيبقى ايه بقى؟ امتحانات في الحاجات البيسكس العاديه خالص. الرياضه طبعا بيدوك كل الرياضه هنا مش زي مصر. في مصر بيقولوا في اي ماده وفي اي سنه بيقولوا ان دي رياضه بس، يعني باسم عامه يعني الرياضيات بس. لكن هنا الرياضه متقسمه كذا طريقه، بيقولوا الجبر 1 والجبر 2 والهندسه. دي ال3 سنين الرياضه اللي انت لازم تاخدهم هنا. انا لما جيت هنا الاول قالوا لي في امتحانات لازم تاخدها، فقعدت خدت الامتحانات اللي هم عملوها لي الرياضه كلها بكل فروعها، عملتها ونجحت فيها، وعطوني امتحانات كمان للانجليزي من بدايه جريد 9 و10 و11 و12 على حسب، يعني عطوك الامتحانات كلها وكل اللي تقدر تعديه ده كويس ليك. يعني انت بتمتحن كل الليفلات يعتبر اللي تحتيك، مش اول امتحان مش امتحان اللي هو يعني امتحان اللي هو زي بتاع مصر مثلا وتفصيل. اول امتحان بيكون قطعه قراءه مثلا، تشوف القطعه عايزه منك ايه وتجاوب الاسئله، وحاجات تسمعها وتشوف اللي انت تسمعه ده هو، وتكتب ايسيه ومقال. كل ده طبعا كل مستوى بيختلف. جريد 9 اللي هو تقريبا تالتة اعداد اولى ثانوي في مصر، بيعمل لك امتحان في الاول طبعا بيبقى سهل وبعدين يبدا يصعب. كل ما تعدي المستوى اللي هم عملوه لك كل ما تاخد الكريدت، ومش محتاج تدرس سنه كامله عشان تاخد الكريدت ده. فده حاجه كويسه. انا لما جيت عديت التاسع والعاشر عديته، وصغرت في ال11 وال12 ما عديتهمش، فاضطريت ان انا اخدهم تاني بعدها بسنه. اوكي، يعني انت كده يعتبر بدات هنا بمعادله مصر في سنه كام؟ لو انت يعني انت بدات. انا كنت في ثالثه ثانوي في مصر، خلاص دي عرفناها. اوكي، هنا بقى هم رجعوني يعتبر تانية ثانوي هنا، لان هنا الثانويه يعتبر 4 سنين، فانا جيت سنه ثالثه وكان قاعد لي سنه رابعه. اوكي، طب لو طبعا يعني كده انا لو دخلت وما كنتش شاطر في مصر وما عرفتش احل. حتى لو ما كنتش شاطر انا جيت واصحابي هنا عارفهم في نيويورك وجاهم ما عرفوش يعدوا الامتحانات عادي خالص، ومفيش مشكله ولا حد هيزعق فيك ولا لا مش اقصد ان هم يزعقوا، اقصد ان هم ولا يعمل لك مشكله ولا يقول لك بينزلوك بس في الليفلات، ولا يقول لك انت فاشل وما ينفعش تخش دوت وما ينفعش تيجي. مش هيقول الكلام ده خالص طبعا خالص. رساله لذيذه. اوكي عادي خالص، هم سايبينك الحريه تماما. هيقول لك الفصول دي انت ما نجحتش فيها، انت you have to take them. يعني انت بس هتبدا بقى من انت لازم تاخدهم بقى وتكمل برضه طبعا الحاجات اللي انت خدتها في مصر. طبعا الامتحانات بتختلف من مدرسه لمدرسه. في مدرسه ممكن تطلب منك انك تمتحن علوم، لان العلوم موحد في المدارس يعني في العالم كله، فممكن يطلب منك تمتحن. لكن عندي انا ما طلبوش مني، طلبوا مني ان انا امتحن الرياضيات وامتحن الانجليش اشوف المستوى بتاعي بس وبناء عليه هو يدخلك كامل تدرس لا اما ثانيه ثالثه. يعني هم حتى لما الشباب اللي انا اعرفهم لما جاهم هنا وامتحنوا ما عرفوش يعدوا الامتحانات كلها. ايوه، دخلوا بقى ليفل الاولى، عدوا الرياضيات عادي. هم نفس سني وفي نفس السنه وكنا كلنا مع بعض. هم عدوا شويه من الرياضه خلصوها، بس الانجليش ما ظبطش معاهم. يعني عدوا الجبر 1 اللي هو الجبر 1 وما عرفوش يكملوا بقيه الرياضه. حلو. المدرس هناك طلب منهم ياخدوا المواد تاني بس، ودخلوا نفس السنه معايا. بس انا مطلوب مني عشان اتخرج من المدرسه اخلص 5 فصول بس اللي انا ما عرفتش اعديهم. هم مطلوب منهم يخلصوا 12 مثلا، هم ما عرفوش يعدوا منهم. اوكي، فيزود عليهم مواد بس، فيزود عليهم مواد اكتر فياخد منهم وقت اكتر بس. فممكن يطلب منك كمان ان انت تقعد سنتين بدل ما تقعد سنه، لانك حتى يعني مطلوب منك تاخد كريدتس كتير عشان تتخرج. اوكي، انهي الاسهل بين هنا ومصر؟ طبعا هنا هنا يعني بزوجك، عايز تصعبه هتصعبه، عايز تسهله هتسهله. طب وضح اكتر. بمعنى صح، في الفصول مقسمه 3 انواع. يعني انت لما يجي يقول لك تعالى اختار الفصول، مش معنى ان هو انا بحب الرياضه فاخد رياضه كتير، مش بحب العلوم فمش هاخد علوم خالص. بالعكس، انت مطلوب منك عدد سنين معينه في كل ماده فلازم تاخدها. بس الفصول في منهم ريجولار اللي هو اسهل الانواع خالص، في منهم اونرز اللي هو محتاج شغل منك كتير شويه، يعني اكتر من الريجولار شويه. في منهم اي بي واي بي، دول اصعب المستويات اللي هم بالظبط يشبهوا تقريبا المستويات بتاع مصر. اللي انت لازم تمتحن فيهم وتذاكر كويس قوي عشان في معدلات وفي كل حاجه. وبالاضافه لده الاي بي اللي هو انترناشونال بكالوريا، ده لو خدت الفصل هنا ده يعني بيتحسب في اي دوله تانية في العالم.
يعني لو حابب رحت تنقل حته وكده. في اوروبا الكريدت بتاعك هيبقى محسوب، لو رحت في مصر الدول العربيه يبقى محسوب. الاي بي بيتحسب في امريكا بس، فانت لو خدته في الهاي سكول بيتحسب في الكليه بتاعتك ان انت خدت الفصل ده في اول سنتين، فمش محتاج تاخده تاني. انا حاسس ان انا تهت شويه، فلو نعرف نركز يعني عشان برضو ايه يبقى الناس مركزه. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا بخش الدراسه نظامها ماشيه ازاي؟ الدراسه عاديه خالص، ما فيش اي حاجه غريبه كتير. هو الريجولار الفصول العاديه دي معظم الناس بتاخدها عادي في سنين الاولى لما تبقى جديد ومش فاهم، فمش فاهم اللغه قوي ومش فاهم المستويات وكده. حتى الامريكان نفسهم بياخدوها، بياخدوا معظمهم اكتر من 95% منهم بياخدوها لانها سهله وسريعه شويه. جميل. وخصوصا الناس كلها بتشتغل بعد المدرسه، فما فيش وقت ان انت ايه يعني مذاكره كتير. حلو. يعني كده من كلامك ان انا بختار ادرس ايه امتى، صح كده؟ بتختار يعني انا في سنه اولى مثلا مش انت بتختار انت مطالب منك تاخد عدد سنين معينه في كل ماده. بمعنى صح، الرياضه تاخد فيها 4 سنين، العلوم تاخد فيه 3 سنين، الدراسات مثلا تاخد فيه حوالي 3 سنين. حلو. فانت المستويات دي بتاخد السنين دي كلها. فانت مثلا السنه دي انا عايز ادرس رياضه وانجليزي ومثلا دراسات مثلا، هما طبعا انت لازم تاخد 7 فصول مثلا او 6 براحتك يعني، بس كل ما تاخر في الفصول كل ما يزيد عليك سنين تاني قدام. فانت بتاخد مثلا هاخد شويه دول السنه دي، والسنه الجايه انا هاخد شويه بعديهم غير تاني يعني مختلفين، بس في الاول وفي الاخر لازم تاخد كل الكريدتس عشان تتخرج. اوكي. طب يعني انت دلوقتي يعني لو انا فاهم صح، مش شرط ان اللي معاك في الفصل يبقى بيدرس نفس الحاجه، انتوا بتروحوا فصول مختلفه كده صح؟ ولا الموضوع انت في مصر المدرس اللي بيجيلك الفصل، هنا انت اللي بتروح للمدرس. اوكي كده انا فهمت كده. يعني كده واضح. يعني انت مش المدرس اللي هيجيلك الفصل وتاخده مع بعض، لا انت اللي تروح للمدرس. يعني انا عندي 18 سنه الاقي واحد عنده 13 سنه معايا في نفس الفصل. صح. في الاول ما كانتش كويسه وكنت زعلانه قوي ازاي يعني هو يعني انا دماغي كبيره يعني صغيره قوي كده. في لسه طفل معايا في الفصل وانا يعني بلغت فما ينفعش، بس بعد كده فهمت الموضوع اكتر يعني. فهو عادي ممكن تنقي مواد على حسب دماغك. لو انت دماغك جايبه ممكن تخلص اصلا عادي بسرعة. ممكن تاخد فصول في الصيف كمان اكتر فتخلص بسرعه. فالموضوع كده اسرع. حلو قوي، لطيف قوي. طيب اوكي. هل في اختبارات في القبول او مقابله شخصيه؟ انت قلت ان في مقابله مع هو ما فيش قبول ورفض، كله بيتقبل وكله بيدخل. هو بس اختلاف ان انت هتبقى في انهي ليفل او في هو بس بيشوفوا مستواك في الانجليش عامل ايه عشان يدخلوك فصول تحسن معاك الانجليزي كويس. طبعا ده لو لقوك كويس مش هيدخلوك، لو لقوك في مثلا تعبان شويه هيدخلوك بقى فصول كل سنه تاخدها عشان تعدي معاك وتحسن معاك الانجليش. ده بالاضافه للانجليش اللي هو الماده نفسها. ده في انجليش غير ده في انجليش غير تحسين الانجليش يعني. في اللي هو انجليش 10 و11 و12 ده مطلوب انك تتخرج، لكن في انجليش تاني انت بتاخده بس عشان ايه تحسن اللغه بتاعتك، وده طبعا ريكواير. اول ما يقول لك ان انت مش كويس فلازم تاخده، ما عندكش حل تاني يعني. بس مش هيفرق معاك في حاجه، انت كده كده كله يعني انت ممكن تدرس كذا حاجه في نفس الوقت. انت بتدرس مش هتتعطل يعني. انا كنت باخد انجليش بتعلم في المستوى الثالث، وفي نفس الوقت باخد عادي، باخد رياضه وباخد علوم وباخد تاريخ وباخد جغرافيا وباخد حاجات عاديه عادي في نفس الوقت. فتمام اوكي. طيب هل حسيت ان في امريكا النظام منظم اكتر ولا فوضوي اكتر؟ طبعا بالمقارنه بمصر، احنا كلنا بنتكلم بالمقارنه اللي انت عشت بيه، اللي انت عديت منه. بصراحه في الاول كنت مش فاهمه، ففوضوي بالنسبه لي يعني. انا يعني اختار الفصول يعني بمعنى صح لما كنت تدون انتوا وخلصوا زي مصر كده والدنيا زي الفل. الله ينور عليك. يعني هو لما تكون حضرتك كده الفصول بالنسبه لك انت كل سنه في مصر انت مش مخير، فانت بس ماشي على طريق واحد ومبسوط ان انت مفيش حاجه مشتتك شويه. لكن لما تيجي هنا تحس ان انت حد كبير بالغ فاهم بقى. الحريه بقت بدل ما 100% بقت 1,000,000% في كل حاجه، كل حاجه تحت ايدك انت المتحكم، مش عارف ايه. فتحس ان انت طب انا اخد ده السنه دي ولا اخد ده السنه الجايه، اختار ده دلوقتي ولا بعدين. بس دي وظيفه المرشده اللي معاك في المدرسه اللي هي الكونسلر، هي اللي بتقول لك لا خد دول السنه دي عشان سنك ولا خد دول دلوقتي. يعني هي يعني المرشده مش الاهل، يعني انت ما بترجعش لاهلك خالص. الاهل طبعا بينصحوك في تاخد ايه وما تاخدش ايه، بس يعني مش لازما يعني هم برضو بيكتشفوا الطريق معاك. بس المرشده لما تروح المدرسه هي بتقول لك بقى اعمل ايه وما تعملش ايه، لان ده الاحسن ليك. طيب اوكي. طبعا هي عارفه من الابلكيشن بتاعك، عارفه تفاصيل حياتك، ففاهمه قوي ان انت بتمر بايه، بتشتغل ولا لا، بتقعد ولا لا، ففاهمه اكتر يعني. طيب اوكي. طيب هل احتجت اوراق معينه زي شهاده او ترجمه او تطعيمات او حاجه معينه انت احتجتها لما جيت يعني في
البدايه بقى خالص لما جيت تقدم؟ هو المفروض السؤال ده يبقى بدري، بس يعني هو الكلام جابنا يعني. مش مشكلة. انت بتحتاج طبعا لو انت جواز السفر بتاعك طبعا معاك، ممكن شهادة ميلادك تحتاجها، بس مش اول جواز سفرك معاك فخلاص يعني. وبعدين لما تيجي هنا بتستلم الجرين كارد والحاجات الورق بتاعك، فبدا اللي هو بتحتاجه يعني. اوكي. طب لا يعني في تطعيمات، في انت التطعيمات هم كده كده اللي هو ان هم يكشفوا عليك هنا، انت قلت الكشف. هم ده انت بتعمله طبعا قبل كل سنه لازم تعمله، او على الاقل مثلا لو انت في المرحله الابتدائيه بتعمله مره، في المرحله الاعداديه بتعمله مره قبل المرحله كلها مثلا، او ممكن يطلبوه منك تاني على حسب انت. لا انا بتكلم، بص اللي بنتكلم فيه كبدايه خالص، انا لسه جاي فاحنا رجعنا شويه، بس يعني لو انا لسه جاي دلوقتي وداخل المدرسه ايه بقى في حاجه هم ضروري ان انت تجيبها من مصر؟ انت قلت في اللي هو الترانسكريبت اللي هو بتاع اللي هو الكريدتس كلها اللي في مصر فانت دي لازم تجيبها، اللي هو زي بيان درجات وبيان نجاح اللي هم بيجيبوها في بالظبط. هم مش بيان درجات، انا كنت بجيب الشهاده نفسها من المديريه اللي فيها الدرجات، لازم يبقى فيها الدرجات يعني والمواد. اللي هي بتجيب الدرجات، فاللي هي الشهاده بتاع اخر كل سنه في مصر، بقيت اجيبها معايا مترجمها ومع الاصل والصوره واقرا لهم. هم الناس راعوا ان انا حالتي في البدايه وتهت شويه ومش عارفين، فرعوني في الاول بصراحه ما اثروش، فالموضوع كان سهل. مفيش اي حاجه تانية تقريبا انت بتحتاجها غير ده بس؟ ولا اي حاجه؟ طيب اوكي. تحس ان المدارس هنا بتقبل بسهوله ولا الموضوع فيه منافسه شويه؟ لا بسهوله خالص عادي، كله بيتقبل. طيب اوكي. يعني في مصر في نظام صنايع وعام ومش عارف علم علوم وعلم رياضه والحاجات الغريبه دي، هل نفس الكلام كده ولا الموضوع ماشي ازاي؟ لا خالص، ما فيش هنا اللي هو علم علوم وعلم رياضه والكلام ده، وكله بيدرس نفس المواد اللي انت بتدرسها في سنين مختلفه، بس ما فيش علم علوم وعلم رياضه. لو انت حابب في الهاي سكول في تزود المواد، لو انت حابب تاخد مواد اضافيه كتير عشان ترتاح بعد كده في المستقبل في التخصص بتاعك، في حاجه حاببها، عايز تطلع مهندس فتاخد مواد هندسه كتير، عايز تطلع دكتور فتاخد في حاجات لها في الطب كتير، في كده ده اختياري. بمعنى صح، الفصول الاي بي دي لما بتاخدها في الهاي سكول بتتحول معاك للجامعه كلها، فمش أيوة محتاج يعني مش أنا محتاج تاخدها تاني في الجامعه. اوكي. لان الجامعه غاليه، مثلا الفصل بيتكلف 1200 ولا 1000 وحاجه في السنه على حسب الكليه طبعا، فبيبقى غالي، فالناس بتاخده في الهاي سكول ببلاش عادي. وده يقلل يعني زي يديك كريدت ان انت يخفف عليك الجامعه، وطبعا ببلاش. ده يعني يخليك تنجز بسرعه في الجامعه. يعني واحد صاحب انا عارفه اتعرفت عليه لما جيت هنا، هو قديم شويه هنا، ففضل ياخد اي بي في المدرسه كتير، اي بي كل الفصول بتاعته اي بي، ياخد علوم بقى ساينس بكل انواعها اي بي، ياخد جيولوجيا بقى وتاريخ وجغرافيا وكل المواد اللي انت تاخدها ياخدها اي بي بدل ما ياخدها الريجولار. الاي بي بيزود الجي بي بتاعك عالي قوي، بيخليه يعدي ال 4.6 و5 كمان، يخليه يعدي لفوق قوي، ويخليك كمان تخلص بسرعه. فهو خلص الكليه بتاعته سنه ونص بدري، يعني بدل ما يقعد 4 سنين قعد 2.5 سنين ومشي. فهو ممكن وانت يعني ممكن تدرس حاجات كتير قوي من الكليه اصلا وانت في الثانوي. ده طبعا هيبقى مجهود عليك، بس لو انت هيساعدك في حياتك. الفصول الاي بي بالظبط نفس نظام مصر، بمعنى ان انت هتدرس هتتفحت حلوه، هي مش صعبه قوي، مش يعني الماده العلميه مش مستحيله، ما اقصد اقول هي صعبه شويه. هتدرس فيها كويس، وفي اخر السنه هتعمل لك امتحان زي بتاع مصر بالظبط، ليه وقت معين وليه عدد اسئله معين، ولازم تعمل زي ما هم عايزين بالظبط بسرعه. النجاح منه تجيب 3 او اكتر من 5، يعني تجيب 3 ونص 1 2 3. هتفرق في ايه الدرجات دي؟ يعني هتفرق في حاجه؟ هو ده المفروض، دي نسبه مئويه عشان يقولك انت نجحت في الامتحان ولا ما نجحتش. تقديرات بس يعني هو كتقدير بس لازم تعدي الليميت الثلاثه اقل حاجه. لازم اعدي 3 لازم، او على الاقل تجيب 3 من 5. حلو اوكي. ما جبتش اعيد تاني؟ لو ما جبتش ما ينفعش خلاص، ما ينفعش اعيد، ما ينفعش تعيد خلاص. هو كده خلاص. بالتجريب انا مش متاكد من المعلومه دي، بيتاخد طيب مره واحده في الاول. لو حصل مشكله وما عرفتش ساعتها بترجع بقى للكونسل بتاعتك وتقول لها انا ما عدتش، فهي بتشوف لك يا اما تعرف تاخده تاني يا اما ما تعرفش. انت بتديها فلوس الكونسل دي ولا لا؟ طبعا المدرسه مجانيه، واي حاجه في المدرسه كلها مجانيه، وكلهم في خدمه مجانيه يعني.
يعني بيتناقزوا بطريقه يعني بيرخموا عليك اللي هو انت ببلاش. لا خالص. اتكلم معايا بقى بتتكلم معاك مثلا بقى انفا ولا مش عارف الكونسلر بالذات دي في خدمتك في اي وقت في اليوم، وبتتعامل يعني بموضوع بخدمه حقيقيه، اقصد يعني مش بتتنك، مش بتقول لا خالص. بتتعامل فعلا ان هي بتعمل الحاجه كامله كانها بالظبط بتعمل حاجه ربنا كده، فبتعمل حاجه. طبعا ده كل قاعده ولها شواذ، فهتلاقي ناس طبعا اكيد في ناس مش حلوه، بس اقصد الطبيعي ده النورمال. لا الطبيعي انا اتعاملت مع كذا حد مختلف كلهم احسن من بعض بصراحه. طيب اوكي، موضوع بقى المدرسه عرفت منين او عن طريق مين ان المدرسه دي او في موقع معين اللي هو طبعا الليفل بتاع المستوى بتاع المدرسه او المدرسه دي كويسه ولا لا، او في تفاصيل بتاعه المدرسه دي انت بتعرفها منين؟ انت اول ما توصل وعرفت المدرسه اللي انت عايزها بتدخل على الويب سايت بتاع المدرسه عليها كل المعلومات اللي انت عايزها. طب لو انا ضعيف شويه في موضوع النت، هل في امكانيه ان انا اروح مدرسه معينه او مكان معين؟ تروح المدرسه مفتوحه يعتبر اليوم كله كل ايام الاسبوع. اروح الكونسل اللي هي تروح المدرسه، تروح اللي هو المكتب الرئيسي المين اوفيس وتسال بقى اللي هو وهم يقدروا يساعدوني. مش محتاج هم طبعا يساعدوك على طول في البدايه، يعني يعرفوك تعمل ايه والمطلوب منك وازاي تتواصل، يعني يحطوك على الطريق ويمشوا معاك واحده واحده يعني. طب انا مش عارف انت هتعرف الاجابه دي ولا لا، بس لو انا واحد يعني الانجليزي عندي مش احسن حاجه ومخلص ثانوي مثلا، يعني ايا كان اللي انا مخلصه، ورحت المدرسه ولقوني ان انا مش احسن حاجه، ايه هل هيبتدي من اول خالص ولا لو ما تعرفش عادي يعني؟ لو مخلص ثانوي لان في ناس في ثانوي ما تعرفش. لو مخلص ثانوي خالص او مش مخلص يعني واصل لرينج الثانوي، يعني في اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي في الأبد. لا عادي يخلوك تكمل على نفس النظام اللي انت ماشي عليه ويدوك المواد بتاعتك كلها يعني. يدوك المواد الاضافيه بتاعتك كلها اللي انت المفروض تاخدها. طيب اوكي، هو السؤال الجاي ده بنتكلم على الفلوس. انت قلت كل حاجه ببلاش خالص في المدرسه، يعني الموضوع ما فيش حاجه بندفع عليها فلوس خالص، صح كده؟ ما فيش حاجه بتدفع عليها فلوس. الحاجه الوحيده اللي بتدفع عليها فلوس هو انت مطلوب منك 7 فصول تاخدهم كل سنه، او لو انت عايز تقللهم براحتك، بس لو حبيت تاخد اكتر من 7 فصول في السنه، 7 مواد في السنه، بتدفع على كل فصل الفلوس بتاعته المعينه. لا فهمني اكتر. يعني انت كل يعني انا مثلا فلوباتير محتاج ان انا اخد 7 فصول في السنه اللي هم انجلش وماس وساينس وارثكويك وايرث ساينس او اللي هو الجيولوجيا. حلو. ويعني 7 انا اخترت ال7 فصول بتاعتي، مثلا كمبيوتر اي تي مثلا، ومثلا عايز اخد فارماسي او حاجه ليها علاقه بالصيدله، فكده بقوا 7 فصول. حبيت انا اخد تاني، انت بقى بتدفع ثمن الفصل. طبعا ثمن الفصل بيبقى من $500 مثلا او اقل او اكتر شويه، يعني في الحدود دي. اوكي. يعني مش اقل من $300 او 300. بس انت بتدفع كده لو انت هتاخد اكتر من 7 فصول يعني؟ لو انت هتاخد اكتر، بس اكتر من 99% من الناس بياخد ال7 فصول بس، ومش بياخدهم، كان ممكن يخليهم 5 وممكن يخليهم 4. اوكي. طب هما يعني موضوع الكليه بقى اللي هي المواد بتاعت الكليه دي، لو انا هاخدها هدفع عليها فلوس برضو ولا لا دي مجاني؟ يعني انت تقصد بس مواد الكليه دي بعيد عن العدد بتاع السبعه؟ ده كله مجاني طول ما انت تحت ال7 فصول او ال7 فصول، فده مجاني تمام. طيب نظام الباص وانت لما تروح تقدم في البدايه مع الكونسلر بتشوف الباص بتاعك هيجي لك ولا لا. لو كانت المدرسه بتوفر لا مش فاهم يعني ايه لو كانت المدرسه بتوفر؟ يعني المدرسه ممكن ما توفرش؟ في مدارس ما عندهاش باصات طبعا، دي نسبه قليله بس ما زالت موجوده، يعني مدارس كبيره كمان اوكي ما عندهاش باصات، فانت لازم تشوف لك حل انت من نفسك، تشوف بقى حد عربيه، تشوف اوبر، تشوف حاجه هنا برامج بتساعدك كده. دي حاجه. وبس في الطبيعي يعني وانت بتروح مع الكونسلر هتقول لك الباص بتاعك بيجي الساعه كذا على المكان دوت، وتوري لك كمان على الخريطه، على يعني بيكون في الاغلب التقاطع بتاعك في الشارع. معلش بوريهم المنطقه برضو بدل ما يفضلوا شايفيننا على طول. بيكون في التقاطع بتاع الشارع بتاعك بتعرفك مثلا ده يكون الباص جاي هنا ويجي لك الساعه دي بالظبط. يعني لو قلت لك الساعه 57 دقيقه بالكتير ياخروا دقيقتين، يبدر دقيقتين يعني، بس هو طول الوقت هيجي لك على الميعاد بتاعك على طول يعني. لو فاتني كل سنه وانت طيب. لو فاتك خلاص يعني مش هيجي لك تاني يعني. ما تدفعلوش فلوس، كل حاجه ببلاش خالص. مجانيه. وبرده اللانش في نفس الموضوع، يعني الغداء بتاعك. بياكلوكوا ايه؟ طبعا. ايه الاكل؟ انا عايز اعرف، بحب الحاجات دي قوي. بياكلوك طبعا. اكل حلو يعني؟ يعني لحمه وفراخ وحاجات كده ولا؟ يعني هو كويس طبعا، يعتمد على اليوم ولا سندوتشات بسكويتات صغيره كده، حاجات بتاعت مصر، حاجه زي كده يعني. او اكل طبيعي كانه غدا.
طبعا الناس الفيجن اللي هم بياكلوا نباتيات بس وكده، طبعا دوم ليهم اكل مخصوص ليهم. الناس اللي مش بتاكل اخواتنا المسلمين اللي هم ما لهمش في الحاجات الحلال، الحاجات اللي مش حلال بالنسبه لهم الحرام، سواء كان لحم خنزير او حاجه تاني، بيعملوا لهم اكل معين ليهم. حتى لو في رمضان في مدارس بتوفر لهم وجبات بعد الفطار يجوا ياخدوها. اوكي حلو ده. في بقى طبعا تاكل خضروات، تختار لو كان جزر ولا طبعا خس وحاجات زي كده. في فواكه تاخد براحتك، فواكه زي ما انت عايز يعني. وفي الوجبه الاساسيه بتاعتك. قطعت عليك في لا خالص، انا اللي قطعت. الوجبه الاساسيه بتاعتك لو كان مثلا ساندويتش، لو كان فراخ مثلا او لحمه، او مثلا سمك، او حته بيتزا مثلا. مستطيل بيتزا حوالي 6 سم في ما شبعتش اقدر اخد تانية؟ لا، هي مره واحده بس بتاخد منها. وحشين قوي الناس دي. بس وخلاص يعني. اوكي طيب، لو انا جاي في وقت معين في السنه، يعني لو جاي في بدايه السنه، اخر السنه، نص السنه، عادي ممكن اقدم في مدرسه ولا لازم استنى وقت معين؟ لو جيت قبل المدرسه بتكفي باسبوع تقدم عادي، مش مشكله. تقدم في وقت في السنه. انا لما جيت في بعد الكريسماس، يعني دخلت المدرسه في شهر 1 والمدرسه بتخلص في شهر اكتوبر اخر 5 أو 6 تخلص. فانا كنت قلقان شويه ان الكريدت بتاعتي ما اقدرش اخدها واضطر اعيد السنه تاني، يعني ادرس على الفاضي وبعدها في السنه اللي بعديها اعيد السنه. فذاكرت كتير قوي وعرفت من المدرسين وقلت لها انا عايز اخد الفصل ده واخد الكريدت بتاعه، يعني اخد الكريدت لان مش عايز اضيع وقت مني انا خلاص يعني. فقالت لي خلاص اعمل المطلوب منك، الاساينمنتس بتاعتك المفروض تعملها، المقالات ومش عارف ايه وكده، وانت بيدوك على اللابتوب اللي بيديهولك من المدرسه. انت بتجاوب على الاسئله انا كاتبها بعد كده يعني. اللابتوب اللي بيديهولك في المدرسه عليه موقع المدرسه، فالمدرسه بتخش الماده طبعا ماده معينه بتلاقي كل الماده موجوده فيها كل التفاصيل بتاعتها بالتفاصيل. مش معنى ان هي كتب، ده مش اللي انا اقصده. هو في كتب اصلا ولا هو مفيش كتب؟ كله لاب، كله على اللابتوب. في حاجات بسيطه خالص ممكن تستخدم لها كتاب يعني. فهي موجوده اللي تخش على الويب سايت بتاع الابلكيشن اللي بيدولك بتاع المدرسه موجود كده. بتخش على الماده معينه اللي انت بتدرسها، مثلا لو كانت الرياضه مثلا تاخد كالكولس تفاضل وتكامل وحاجه زي كده، بتخش فيلاقي لك كل يوم المواد اللي بتاخدها، الفصل، الدرس باليوم بالتاريخ بتاعه، فبتخش بالترتيب كده وتروح تعمل الاساينمنت بتاعتهم واحده واحده، والحاجات المطلوبه تبقى مكتوبه كده تعملها، فبتعملها وبتخلصها كلها. في امتحان بتروح تاخد الامتحان منها من المس دي وتروح تكمل وتاخد وتواكب معاهم. انا فضلت شغال لي كده لحد شهرين مثلا، لحد ما خلصت كل اللي كان قديم وانا شغال في نفس الوقت معاهم في الجديد. فلحقت ان انا اخد ال7 كريدتس في اخر السنه، ونجحت وخدت الكريدت ودخلت السنه اللي بعدها مش محتاج اعيد السنه تاني. في المدرسين بيشرحوا شرح ولا؟ بصراحه دي تعتمد على المدرس. يعني في مدارس او في مدرسين، يعني في مدرس تلاقيه قعد دخلك وخد الحضور والغياب وبعدها انت ونصيبك، يعني تقعد بقى تلعب على الموبايل، ما تلعبش، تلعب، ما تعمل اللي انت عايزه خلاص. اهم حاجه تقعد ساكت في الحصه وتعمل المطلوب منك. اول ما يخش اهلا يا شباب مرحبا مش عارف ايه كلام من دوت، ايه الاخبار، ده المطلوب ان انتوا تعملوه النهارده، مكتوب على السبوره. الشرح على السبوره ونفس اللي كان بيحصل. الشرح موجود معاك على اللابتوب، وطبعا في ملف PDF افتحه واقراه كويس، وفي اسئله بعديها اللي هو الاساينمنت بتاعك تعملوا الاسئله، وجهزوا نفسكم عندكم اسئله تكتبوا المره الجايه. الاسئله ده اللي هي زي قطعه تعبير كده. زي قطعه تعبير او مقال تحدث فيه ومطلوب منه. ده مطلوب منه كل حاجه. بس. وفي مدرسين طبعا على العكس، في مدرسين ممنوع يستخدموا الموبايل خالص. الحصه هنا حوالي من ساعه ونص لساعتين الا ربع. واو، فطويله قوي. ففي مدرسين تاخد الوقت كله في الشغل، تشتغل وتديك تدريبات وتديك امثله تحل عليها اكتر واكتر وتتدرب اكتر، ولو في حاجه مش فاهمها كويس تروح لها. يعني لسه كنت هسألك، طب لو انا مش فاهم المدرس ده عامه، يعني المدرس ده وحش مش عاجبني. في مدرسين يعني هي حصلت معايا كذا مره. في كل مدرسه كان في ماده تعباني مش كويس انا فيها، او مش فاهم حاجه من المدرس، مش بيشرح لي ومعاملته هو عصبي في كده، يعني في مدرسين كده طول الوقت ومش عايز يشرح وبيحس ان انت. في مدرسين بيتعاملوا ان انت عنصري ابيض واسود. هو اللي بيتعامل كده بقى، يعني هو بيتكلم انجلش ولا ما بيتكلمش، الانجليش بتاعك مكسر كده.
في مدرسين طبعا دي نسبه قليله عشان نكون دول صادقين. اساسا لو اتبلغ عنهم هيحصل لهم مصيبه. طبعا عشان اكيد. كنت داخل سبستيتيوت دي كانوا بيقولوا لنا كلام ده بجد لو اتبلغ عنه ده هيروح في داهيه. بس ففي ناس في الاول مش يعني كبدايه يعني في مدرسين مش كويسين طبعا نسبتهم قليله يعني. انا كنت باخد 7 مواد في ماده منهم مدرس مش كويس يعني. حلو. ايه العمل بقى بتعمل ايه بقى مع في الموقف ده؟ مدرس كويس طبعا كل مدرسه بتختلف من مدرسه للتانيه. بس انا لما حاولت ان انا اغيره ما عرفتش اغيره فكنت مضطر ان انا المشكله في مين يعني عشان ده تغيره؟ نظام المدرسه فما انا مش عارف اغيره فخلاص يعني ما ينفعش اغير المدرس يعني. ما ينفعش اقول المدرس ده انا حابه فراح معاه والمدرس ده مش حابه فما اروحش. لا انا مضطر ان انا اكمل معاه لاني ولازم تحضر مفيش غياب كتير ما ينفعش ان انت تغيب. لا ما ينفعش انك تغيب يعني. اول ما تغيب تعرفهم السبب اللي انت هتغيب عشانه وليك كل ما تغيب كتير كل ما يأثر على المعدل بتاعك. الجي بي تعك هينزل طبعا مش هينزل بنزل اللي هو مفاجئ يعني مش هيبقى 3 وتلاقيه بقى نص مثلا. هينزل اللي هو حاجات بسيطة خالص. هي كله 5 تقريبا الجي بي اي كله تقريبا. الجي بي اي 4 ماكسيموم 4. هو الماكسيموم 4 رقم كبير قوي. مش هيعرفوا يلعبوا فيه يعني اقصد مش هيعرف يتحرك كتير في مش هي 4 كلها. مش هيتحرك كتير قوي اصل هو بيتحسب بالارقام العشريه 3 و1. ايوه هي كسور هو كله عشان 4 فبيتحسب بكده فبيأثر شويه. مدرس قال لي كده في البدايه اللي بيأثر عليك شويه بس مش قوي. بس لازم تعرفهم يعني ما تحاولش يعني. السنه دي في فيرجينيا نزل قانون ان انت ما تغيبش اكتر من عدد ايام معين في السنه. لو غبت كتير اكتر من كده يدوك انذار في الاول وانذار تاني وبعدها تروح بقى المحكمه تبرر لهم ليه انت بقى غبت كتير. هو مش هيحبسك يعني بس هو ده حاكم فيرجينيا منزل قوانين زي كده فانت لازم يعني تتابع القوانين. اوكي. وموضوع ان انت المدرس ما فيش امل ما فيش اي حاجه المدرسه بتقدمها ان انت تروح مدرس تاني يشرح لك او حاجه يعني خلاص اللي فات. ممكن في مدرسين تاني انت عارفهم معرفه شخصيه وحابين يشرحوا لك بعد المدرسه ومحتاج مساعدتهم تروح لهم بعد المدرسه او تروح لهم في اللانش مثلا او عندك حصه. ما فيش حاجه اسمها حصص فاضيه بصراحه. مش العاب تنزل تلم الزباله الكلام الجميل ده ما فيش الحاجات دي يعني. ساره الناس دي فايتها حاجات كتير. مظبوط. فيعني ممكن حصه مش مهمه قوي بالنسبه لك او خلاص كل الحاجات بتاعتها تستاذن من المدرس. لو وافق ان انت تمشي من الحصه ممكن تروح المدرس التاني وتاخد معاه وعادي. بس ده ودي مش حاجه رسميه من المدرسه. لا دي مش حاجه رسميه ده كلام بينك وبين المدرس حاجه يعني. بس اغلبيتهم بصراحه بيحبوا ان هم يساعدوك لما يقولك انت متحمس وعندك رغبه انك تتعلم اكتر. فالمدرس ده بيدي المدرس كده نوع من الاحساس ان انت مسؤول عايز تعمل حاجه. حتى لو كنت درجاتك مش عايز اقول اف يعني اقل من 50% واقل اكتر يعني درجاتك مش كويسه خالص. بس هم شايفين ان انت عايز فبيساعدوا. فشايفين ان انت مجرد بس مش شايفين ان انت بتحاول. فهم خلاص بيعملوا معاك تاني بقى وبيشوفوا معاك اكتر يعني. شايف الماده العلميه في مصر وهنا يعني فعلا فرق يعني حاسس الموضوع اصعب كتير ما بين مصر وهنا او اسهل او انا لما جيت في البدايه انا كنت شايف الكلام ده كلام تافه. بعد بقى انت في الاول كان يعني عندك أنا فكره كنت بدرس في مصر علوم بدرس وفي ثانويه عامه فبدرس حاجات انا مش فاهمها وبحاول وكنت دحيح في مصر فالموضوع بالنسبه لي مذاكره ساعات طويله وكده والموضوع صعب وفي امتحانات وتحديد مستقبلك كله على نسبه في المية. هنا لا بصراحه لما جيت اسهل. التفاهه اللي انا بدرسها دي يا جدعان يعني اعود ادرس والحاجات كنت واخدها قبل كده شويه منهم وفاهم الموضوع شويه فايه ده الموضوع اسهل كتير من مصر. الموضوع كان سهل بصراحه. كنت باخد ريجولار في الفصول بتاعتي كلها فصول عاديه فكان الموضوع سهل. انا مش حاسس ان الموضوع صعب. لا ما كنتش حاسس انه صعب بصراحه. طيب بدايه السنه ونهايتها هنا امتى انت قلت تقريبا بس يعني في بدايه السنه في شهر 8 في نص 8 تقريبا. دي بدايه السنه بتخلص على شهر 6 مثلا او اخر 5 بتكون دي خلاص. طيب ايه المواد الاساسيه اللي لازم الكل يدرسها؟ ايه اشوف عادي عشان يلا اتفضل. لا هو نفس جو على طول يعني. طبعا كل ماده ولها عدد سنين معينه. على سبيل المثال ده طبعا في العموم اللي انا اقوله ده في العموم الكونسل بيعرفوا لك لما انت تروح السنه. في الانجليزي محتاج 4 سنين. في الرياضيات بكل انواع بتحتاج منك من 3 سنين تحديد او 4 سنين. في العلوم بكل انواع اذا كان احياء او كيمياء او فيزياء او جيولوجيا بتحتاج منك 3 سنين. التاريخ طبعا لو كان التاريخ بتاع امريكا التاريخ بتاع الولايه محدده الموجوده عندك ده بيحتاج منك 3 سنين. الالعاب اللي هي البي اي
ايه ده؟ الالعاب اللي بيقول عليها بتاخد ألعاب؟ فيزيك تحتاج منك سنه تاخدها، لازم تاخدها حتى لو انت مش مطالب، لازم تاخدها. او في حاجات بقى اللي التانية اللي انت بس دي الحاجات بس دي الحاجات اللي انت لازم تاخدها يعني. طيب وبيهتموا هنا بالعملي ولا العلمي؟ شفت سؤال عميق قوي، مش عارف ايه الاسئله الغريبه دي. اول موضوع بيعتمد على كل ماده. يعني كله معتمد على الماده، وهي لو هو الماده بيحتاج منك ان انت تشتغل معاه بس. طول ما انت شغال درجاتك كويسه دايما. بس طبعا في مواد بتبقى كلها صناعه يدويه بمعنى صح. يعني في حاجه انا كنت باخد حاجه اسمها ستيم ديزاين دي لان انا حابب اكمل في هندسه. فاول حاجه بتقول لك اعمل حاجات عمليه بمعنى صح. اعمل لي برج بخشبه طولها 10 سم، البرج يكون طوله 20 سم مثلا، والبرج يكون صور لي الحاجات دي لو انت يعني لو عملت حاجه زي كده صورها لي، او انا هطلع لك فيديو برضه من الحاجات اللي احطها على القناه. حلوه الحاجات دي. فانت بتعمله حاجات الفصل ده بالذات كان حاجات كلها عمليه. ما فيش حاجات تكتبها بايدك كتير، وحاجات كلها تصميم يدوي، وتروح تقطع بالمنشار وبالمش عارف ايه وبالشاكوش وتكسر وتعمل. كانك بالظبط فرشه نجاره بالظبط. هي كانت ورشه حرفيا. بتجيب منين الماتيريال كلها؟ من هو المدرس موفر كل حاجه في الحصه. بتروح تاخد الحاجه وتتعامل وفي مكان هناك تعمل فيه الحاجه بتاعتك. يعني الفيديو طبعا مش هيوضح كل الكلام ده. لا مش مشكله، انا بتكلم انه يعني في اماكن تخش في خشب تقطع في خشب، وفي منشار كده كهربائي تقطع بمنشار كهربائي. بس طبعا في سيفتي عشان وفي فاره، وفي طبعا السيفتي قبل ما تخش المدرسه يتاكد ان انت كل حاجه منك تمام، لابس وانت عاقل وان انت برضه عاجل واخد احتياطاتك من كل ناحيه. لو الخشبه خبطت في المكنه ولا حاجه تلاقي المكنه وقفت من نفسها. طبعا ما يمنعش انت ممكن تقطع صباعك مثلا. دي ناس عملتها يعني. فيعني بتحصل يعني. اوكي. بس دي مواد عمليه، والمواد النظريه اللي هي عادي بتاخدها بتحل واجباتها وخلاص يعني. طيب انت قلت في واجبات اللي هو الاساينمنت دي بتعملها في البيت ولا في المدرسه، ولا انت بتعمل حاجه في البيت اصلا ولا؟ هو في الفصول العاديه انا مش مطالب يعني، بخلص كل حاجه في المدرسه يعني. ممكن يعني تعمل انت يعني براحتك، عايز تستغل الوقت بتاعك، معاك ساعتين الا ربع اكيد هتخلص فيها يعني. فانت ممكن تخلص كل حاجه في المدرسه، مش محتاج ممكن اعمل اللي مطالب من المدرس طالبه مني في المدرسه، وفي نفس الوقت المدرس اللي هو المفروض اعمله واجب ممكن وانا قاعد بقيت اعمله عادي، لان انا كنت قاعد عايز اخلص بسرعه وانجز، فبقيت اعمل كل حاجه في نفس الوقت يعني. اوكي. في مشروع تخرج او امتحانات نهائيه يعني عشان يخلصوا كل حاجه؟ في حاجه اسمها SOL. الSOL ده بيبقى امتحان نهائي لكل ماده. طبعا ده بتختلف. انا كان مطالب مني اخد الجيولوجيا كمان في اول 6 شهور بس اللي جيت فيهم في نص السنه دي، كان مطالب مني اخد الجيولوجيا ولازم انجح فيها او اضطر اعيد الماده تاني من جديد. اوكي. فذاكرت كتير وحاجات تاني لحد ما قدرت اخلص الماده وخدت الامتحان. الامتحان بيبقى تقريبا امتحان من 600 اللي هو البوينتس بتاعته 600 بوينتس. انت بتختار اللي هو مش بتختار، انت بتحاول تعمل على قد ما تقدر تبقى اكتر من 400. الامتحان بياخد وقت قد ايه الاول؟ يعني تقريبا بتاع ساعتين مثلا او اكتر شويه. امتحان بقى في المكان ان بيرسون يعني بتحضر في المكان ولا اونلاين؟ لا طبعا بيبقى موجود في المدرسه، وطبعا في اونلاين ساعات بس معظمه في المدرسه، ومدرسين بيراقبوا عليه كله في الكمبيوتر. مش يعني مش قوي لان المساحات بتبقى كبيره ومدرسين كتار. في ناس بتغش؟ في ناس بتغش عادي يعني، يكونوا اصحاب بيتقفشوا ويدبسوا على اللابتوب وكده يعني بيلغوا الامتحان خالص ويتلغى يعني. وبعد كده بيجي يمتحن تاني في يوم تاني ولا بيجي يمتحن؟ هو بيبقى يوم معروف بيعرفوك قبلها بمده طويله قوي عشان تبدا تحضر ليه وتذاكر كويس. الامتحان ده لو سقطت فيه تقدر تاخده 3 مرات بعد كده كويسه يعني تقدر تقرب المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. لو سقطت في الثالثه انت كده حمار، فلازم بعيد عن الحموريه يعملوا فيك ايه بقى؟ مش يعملوا فيك حاجه ولا يعملوك بطريقه مش كويسه ولا يا فاشل يا فاشل، ولا حتى يتكلموا قدام اصحابك ويقولوا ان انت سقطت في الامتحان. ده يجيبوك كده بشويش، حتى لو انت نجحت بشويش كده وتعالى يوريك درجتك، مبروك انت نجحت في الامتحان ودي الدرجه بتاعتك. لو سقطت يوريك بشويش برضه، حتى مش هيتكلموا قدام الناس وبصوت عالي حتى يعني عشان ما يأثروش عليك ولا على نفسيتك يعني. بس يعني فكرتني بايام سودا طبعا. ده ما يتفقش على المدرس اللي كان بيزعج لي من اخر الدنيا يقول لي تعالى اسمه استاذ ايه وجه له رساله جايب 2 من 600 تعالى. طب هم بيهتموا هنا بالدرجات ولا بالمشاركات يعني؟ عشان يعني الاهتمام اكتر او التركيز اكتر لما بيديك الدرجات بناء على ايه؟ ان انت بتشارك ولا ان انت بتعمل الحاجه بتاعتك؟ بناء على الحاجات اللي طالبها منك. بيطلب منك مثلا عندك واجبات بتعملها
في مصر الحاجات دي معروفه، بس طبعا احنا عمرنا ما اهتمنا بيها، خصوصا في المدارس الحكوميه. يعني في حاجه اسمها حضور وغياب عليه 15 درجه او 15%. ده هنا. ده في مصر مثلا. في مصر في واجب تعمله والحاجات تحضر المدرسه وكده عليه برضو 15%. في اللي هو مشروعات عمل على 10%. في بقيه الباقي بقى على اللي هو الامتحان النهائي بتاع اخر السنه. ده فعلا موجود في مصر، هنا موجود بس لازم يتطبق بقى عملي. بس في مصر مش بيتطبق لانه الاعتماد الكلي على بالظبط على اخر السنه. بالحب يا مستر. بالظبط. لكن هنا تعمل واجباتك تاخد درجاتها بتتحسب، تعمل الاسايمنت بتاعتك الموجوده تاخد درجاتها. في مثلا ايسي تعمله، مقال تعمله مطلوب منك تاخد درجاتك فيتحسب. في اخر السنه مش في اخر السنه في بروجكت لازم تعمله بمشاركه من احد اصدقائك وتقدم العرض اللي هو البرزنتيشن وتقف ومش عارف ايه وكده، ومدرس يقف متحمس وبيعتمد على طريقه تقديمك وفهمت ازاي واللغه بتاعتك انت بتتكلم. حتى في ناس انا عارفها بتقول يس ونو بس في المدرسه، ومدرس لسه بيشجعه واحده لحد ما يوصل لحته معينه منه. المدرسين ودودين وبيحبوا الطلبه ودودين طبعا ودودين طبعا. يعني في ناس مش كده بس يعني بس الاغلبيه يعني كويسه يعني مدرسين قريبين من الطلبه ولا بيعملوا مسافات بقى وانت لا طبعا المدرسين بيحاولوا يقربوا لك على قدر الامكان، يحاولوا انت اسمك ايه. وفي ناس كمان اللي هو مش بتحب تقول الاسم فبيقولوا النيك نيم بتاعهم الاسم الشهري اللي انت عايز اسم ايه وهينادي لك. المدرس ينسى اسمك الاصلي كده ويكلمك بالاسم اللي انت عايزه. يعني في ناس انا في لواتير مش بيعرف يقولوا في لواتير فبقول فيلو على طول، اسم سريع وسهل، فبكل المدرسه عارفين ان اسمي فيلو. قلت لهم ناس في لواتير ما يعرفونيش فعادي، ده حاجه ليك انت، حريه شخصيه ليك يعني. طيب الموضوع يعتمد على الفهم ولا الحفظ؟ على حسب الماده وبس. في الاول وفي الاخر هو الحاجات المطلوبه منك بتعملها فخلاص. يعني انت فاهم ولا بتركز ان انت تحفظ القطعه دي لازم تحفظها؟ لا ما بيقولكش احفظ القطعه دي، تبقى فاهم بس عشان تعرف تعبر عن الموضوع. الكلام طبعا موضوع اللي هو عامل اكتر، لانه في مواد مش مطلوب انك تاخد امتحان في اخر السنه، مطلوب ان هو نجاحك ورسوبك على حسب درجاتك وعلى حسب العمل اللي انت شغال مع مدرس في جوه الفصل. بس فدي الحاجه اللي هي بتعملها يعني. ازاي كانت اول مره تتعامل فيها مع ناس امريكان؟ الموضوع كان ماشي ازاي؟ يعني طبعا معاك اللي في المدرسه مش ناس، يعني اقصد اللي هم الناس اللي حواليك في المدرسه. الموضوع يعني ما كانش بالنسبه لي كتجربه ما كانتش لطيفه قوي، بس ان انا كنت اجتماعي قوي في البدايه في مصر يعني. ولما جيت هنا كنت بقى حاسس ان في صعوبه ان انا اعمل اصحاب جديده. بس فكنت بقعد اسالهم اقول لهم انتوا بتعملوا اصحاب جديده ازاي هنا؟ ده سؤال انا عايز اجابته. انا رحت بجد يعني، انا رحت بقيت اسال مدرسين، اروح لمدرسين واسالهم او اروح لطلبه زمايلي في الفصل مثلا واسالهم اقول لهم انتوا بتعملوا اصحاب جديده ازاي؟ لان كل واحد عارف 2 3 والشله بتاعته بس قافلين على بعض نفس قصه. واللي ما يعرفش حد ما تلاقيه قاعد لوحده طول الوقت ومش عارف يعمل اصحاب جديده، وطبعا متوتر ومتنفس لانه لسه جديد ومش كده. فقالوا لي هو النظام ده هنا كده، وان انت بس لما تشاركهم في الحاجات اللي هم بيحبوها يعملوها هتلاقي نفسك صاحبت ناس يعني. حد بيلعب كوره، حد بيجيم، مش عارف حد بيعمل طبعا. طيب نصيحه يعني بعيد بقى عن ده بس سؤال، ايه تنصح بيه حد لسه جاي؟ انت طبعا مريت بحاجات كتير طبعا وانت جاي. انا عارف المخاوف تكون من اللغه ونظام التعليم. لا هو اهم حاجه انا بالنسبه لي يعني اللي عايز اركز عليه ازاي اعمل صحاب فعلا. يعني انت من اللي انت مريت بيه هل فعلا يعني انت بس لو بديت تساعدهم في الحاجات اللي بيعملوها، مثلا طلبوا منك مساعده او تعرض انت المساعده بتاعتك ليهم، حاجه مش فاهمين عايز تشرحها لهم، حاجه عايزين يخلصوها بسرعه عشان لهم واجبات كتير فممكن تعملها لهم. تشاركهم في الالعاب بتاعتهم، طبعا بتروحوا كنيسه واحده، بتروحوا مسجد واحد مثلا كده. في حاجات في اللانش مثلا عايزين تتغدوا مع بعض، فالكلام بيجيب بعضيه يعني، فتلاقوا نفسكم بقيتوا بتصاحبوا بعض. في الاول هيكون هاي وباي وبعد كده تلاقي نفسك الموضوع فالموضوع عادي مع التطور. انت الموضوع سهل ان انت تعمل بالايام يعني بتلاقي نفسك عشان الناس ما تتوترش برضو من النقطه دي قوي. طيب الناس ودوده هنا ولا الموضوع حاسس انه يعني سخيفه؟ بتعتمد على الشخص. الناس كلها هنا كل واحد في حاله وبس، برضه بيتكلموا وبيهزروا طبعا بيضحك في وشك مش عارف ايه. طبعا ده ما يمنعش في ناس معقده نفسيا، ده عادي في اي مكان. لا يعني وهنا اكتر من الاماكن اللي احنا عارفينها يعني، فممكن يكون ده سبب يعني. بس طيب. اغلبيه الناس كويسه يعني بيساعدوا يعني. في اختلاف كبير في طريقه التفكير والاسلوب ما بين هنا وهنا؟ في اختلاف شاسع بصراحه. هنا عايز تتكلم مع حد تتكلم، مش عايز تتكلم ما تتكلمش، حتى لو كان مدرس، حتى لو كان حتى مين.
براحتك يعني. بس كل حاجه وليها نتائج يعني، نتائج عليك انت شخصيا يعني. عايز تاخد امتحاناتك تاخدها، عايز تعمل واجباتك تعملها، عايز ما حريه بزياده عايز يعني. ما تسمحش حتى للمدرس ان انت ما تسمعلوش براحتك، بس هو عنده حريه ان هو يسقطك، انت حر يعني. اوكي يعني بس انت حر يعني بمعنى صح يعني. اخبار العنصريه ايه؟ بصراحه العنصريه بتبقى موجوده اكتر في الاماكن اللي هي على حسب الاماكن اللي انت موجود فيها اكتر. حاسس ان الموضوع بس هي مش باينه قوي يعني، مش اللي هي واضحه قوي يعني. هتلاقي واحد في كل 20 مثلا او واحد في كل 100. فحتى لو كلامك هيكلمك بلغه اشاره كده عشان ما حدش من حواليك يفهمه، فتفهمها انت لوحدك. بس انا بصراحه دلوقتي ما تعرضتش للعنصريه يعني، سواء من كانت اللغه بتاعتي او ديني او بشرتي او لون او كده، فما تعرضتش. في عرب ومصريين معاك في المدرسه كتير ولا؟ المدرسه الاولى اللي دخلتها ما كانش فيها اي حد عربي خالص نهائي، غير بنت واحده اتعرفت عليها كانت سوريه، كانت بتحاول بس تساعدني ازاي اروح الفصول واجي من الفصول، وتعرفتني ايه الموضوع ماشي. اتعرفت عليها مرتين وبعدها ما قابلتهاش تاني لحد السنه ما خلصت. فالعرب قليلين برضه على حسب المنطقه. ايوه طبعا مختلفه مليون في المية. فلما رحت مكان تاني في عرب كتار، بس عرب بالاسم يعني، ما بحبش يتكلموا عربي، ما يعرفوش تعليم ما صدقوا سابوا مصر. بالظبط، الله ينور عليك، ده اللي انا عايز اقوله. الناس بتسالك على بلدك او بتقول لك انت منين، ولا ده سؤال محرم؟ لا عادي، في ناس بتسال، في ناس ما بتسالش يعني. يومك بيبدا الساعه كام؟ انا المدرسه بتاعتي الحصه الاولى بتبدا الساعه 8:10، لازم أنا اكون هناك فيها. فالباص بيجي مثلا 47 دقيقه، لو المدرسه مني بتاعتي مش بعيده قوي فبيجي 47 دقيقه، فبصحى الساعه 7 مثلا 6:30، عايز افطر كده او اشرب حاجه واروح، او عايز ممكن اروح المدرسه في الكافيتيريا وافطر في المدرسه عادي. هو في عندكم طابور مدرسه وتحيه العلم والكلام ده؟ لا ما فيش طبعا، في تحيه علم هنا بس انت ما حدش بيعملها. مفيش اذاعه مدرسيه مع الطالب زعبوله القله؟ يا جماعه فين الحاجات دي؟ يعني في اول حصه بيتكلموا، طبعا المدرسه فيها مايكات من كل ناحيه وفيها سماعات، فبيتكلموا يقول لك المدرسه مثلا في النهارده حاجه معينه لو انت حابب تشارك فيها، طب قوم نحيي العلم. في ناس عادي براحتك يعني، عايز تروح تحيي العلم وانت واقف هيقولوا تحيه العلم بتاعهم وتحيي العلم. في ناس بتاعنا بقى خلاص بقى ولا ما تصغرناش. في ناس طبعا ما بتحبش اللي هي تحيي مثلا، عادي هتلاقي المدرس واقف لوحده يحيي العلم. ده في الفصل بتاعك؟ في الفصل. انا مش بتنزل القاعه بقى في البتاع؟ كل واحد في فصله عادي خالص. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا جمهوريه امريكا الامريكيه. بالظبط يعني. طيب في انشطه بعد المدرسه زي الرياضه، مسرح، نوادي، الحاجات الحلوه؟ في تبع المدرسه وتسجل فيها، في حاجات مختلفه، في اي نوع رياضه مثلا، في سباحه بتبقى موجوده في وقت الحاجات دي اشتراك بفلوس ولا؟ لا كلها ببلاش عادي، بس بعد المدرسه يعني. اخبار الزي ايه؟ كلمنا عن الزي كده شويه. معظم المدارس ملهاش زي معين. ايه ده؟ مفيش القميص الازرق الجميل الكاب ولا بجد؟ لا انا مش عايز ادرس في امريكا. ما ينفعش حلقه الشعر دي وما ينفع، لا طبعا تلبس تقلع تولع في نفسك. وسمعت حاجه تانية كده اللي هو ينفع تطلق على نفسك اي حاجه، هي طبعا الموضوع شجره، بيت. الموضوع ده موجود في كل مكان، في كل فصل هتلاقي علم المثليين، الجماعه اخواتنا الحلوين دول. مش اخواتنا دول يعني، انت جاي في دي بتقول اخواتنا؟ الناس دول اللي يعني ما زالوا بشر يعني. هم بشر بس يعني ربنا يهديهم. الموضوع بيبقى طبعا يعني تفكير. تلاقي العلم بتاعهم موجود في كل حته، في المدرسه، في الفصل، في الكافيتيريا، في المكتبه، في الطرق. حتى بعد ترامب مسك مش الموضوع خف شويه؟ كل مكان موجود زي ما هو. وتلاقي ناس كمان هو مش عايز يكون ولد فيبقى كان بنت وكاتب شي او هير كده من فوق هنا اللي هو هي. او في ناس هتلاقيها مش عايزه تقول انه راجل فتلاقيه كاتبين هما، فما تعرفوش ولا بنت. اوكي مفيش بقى يعني هو اساسا انا لما جيت هنا كنت مستغرب وبيسالني انت ايه نوعك او ايه جنسك، انت شايف ايه؟ اول مره بصيت له اول بقرف كده قلت له يعني، بصيت على نفسي كده حسيت ان انا ما اعرفش السؤال ده بيستاهل. فكان الموضوع اللي هو ايه اللي انت بتقوله، انت شايفني راجل قدامك يعني. فقالوا معلش، فاعتذر لي وفهمني ان الموضوع ده موضوع مهم بالنسبه لهم، وفي ناس كتيره اللي هي ولد وبيقول ان انا بنت ومش عايز اكون ولد يعني. حصل لك اي مشكله في المدرسه عامه بسبب اي حاجه من الحاجات دي؟ لا ما حصليش عادي يعني. اوكي احنا قلنا اوكي. هي كل حاجه هنا التعامل الالكتروني ولا انت قلت في كتب تقريبا بسيطه صح كده؟
في كتب قليله مش كتير يعني، لان المدرس على الابلكيشن بتاع اللي موجود على اللابتوب عندك حاطط لك كل حاجه انت ممكن تحتاجها. فانت بتمتحن، بتذاكر، بتعمل كل حاجه من اللابتوب. بتعمل كل حاجه. عايز تطبع مثلا تروح المكتبه تطبع ورق براحتك يعني. مطلوب في المكتبه مثلا ممكن تطبع ايه، في مكاتب بتحط معدل. انا هحط لك الفيديو، ممكن تحط مكتبه كبيره، هاخد كل الحاجات اللي انت فممكن تحط المكتبه، تحط الحاجات اللي فيها. في مثلا تطبع الليميت بتاع 5 ورقات. واحد زي طبعا مش فارق معاك الكلام ده، من تحت لتحت ضبطت كتابين 3. اديت كام للمدرس؟ يعني اصلا ما فيش حد دفعت كام؟ ما فيش حد واقف ورايا بيقول لي يعني لا ده دي 3 ورقات. انت وضميرك، طب لو اتقفشت ايه اللي هيحصل؟ اتقفش هيحصل مشكله ولا حاجه، فعادي يعني. في ناس كتيره بتعمل ايه براحتك يعني. الموضوع اللي انت بتقول عليه اللي هي الحاجات اللي على اللاب ده بيبقى على موقع ولا الداتا كلها على اللاب نفسه؟ اول ما تفتح كده تلاقي الويب سايت بتاع المدرسه قدامك. اوكي. هو المواد بتاعتك كلها اللاب ده ليميت محطوط عليه حاجات ان انت ما ينفعش تفتح اي حاجه تاني غير ما ينفعش تفتح اي موقع فيه اي. المدرسه عامله كل حاجه فيه. طبعا السوشيال ميديا طبعا معظمها ممنوع او هم جافلينه. يعني هو اللاب في ليميتيشن عليه. طبعا في حاجات كتير قوي طبعا ليميتس عليه من كل حته، بس ممكن اليوتيوب يديك السماح ان هو يفتحه لك يعني. فانت يعتبر انت بتفتح تلاقي الداتا اللي انت عايز تذاكر عليها، فما فيش موقع ان انت تدور عليه. طبعا في جوجل انت عايز تبحث على حاجات، فده يعني موجود يعني. هما بيدوك اللابتوب ده ببلاش؟ بيدوك اللابتوب ببلاش كل سنه ولا هو بس اول ما تخش؟ سنه يعني. في المرحله الثانويه بيدوك اول ما تدخل وتسلمه بعد ما تدخل، او تسلمه قبل ما تغير المدرسه. اوكي. يعني هو اللاب هياخدوه منك تاني. مفيش حد بيسيب حاجه لحد. سبحان الله. مش زي مصر تاخد الايباد مثلا بعد ما تدفع الفلوس ما ترجعوش تاني باستخدام شخصي. ما انت بتدفع الفلوس حضرتك. بتدفع طبعا خلاص. هنا مش بتدفع فبتسلمه تاني يعني. حاسس ان التكنولوجيا دي بتسهل ولا بتشتت؟ يعني موضوع ان انت تذاكر على اللاب، تعمل كل حاجه على اللاب مش كتاب زي مصر. حاسس ان موضوع التكنولوجيا ده ايه الدنيا تمام؟ او بصراحه موضوع كويس قوي، وهم شاطرين قوي في الموضوع ده بصراحه. فكل كل حاجه بقت على الكمبيوتر. دي خناقه بس احنا مالناش دعوه. بس في حاجات هنا، في ناس بتتخانق هنا. بص هات انت. طبعا احنا اول ما جينا هنا كنا بنقعد نقول ناخد البط ده بس المشكله هتودي الريش فين. فبصراحه الموضوع صعب يعني. حلوه البحيره دي، بس المكان ده احسن من اللي انا صورت فيه قبل كده. بس قشطه عشان قاعد بصراحه. انا نسيت السؤال كان ايه. الموضوع التكنولوجيا بتسهل ولا بتصعب؟ التكنولوجيا بصراحه كويسه قوي، وهم شاطرين فيها قوي، وشاطرين في الاي تي والحاجات دي. وده بيفرق معاك كمان انت عشان لما تيجي. انا لما كنت جاي انا ما استخدمش الكمبيوتر كتير في حياتي، فمش فاهم ازاي يعني. ما انا صح افتحه واكتب الباسورد واخش على اللي انا عايزه على طول. ما تقوليش بقى غير اللون وغير، مش هعرف. بس فتعلمت واحده منهم وقلت لهم ازاي اعمل دي، فعلموني يعني ازاي استخدم الويب سايت بتاعهم كويس يعني. طيب اول ما جيت كنت بتفهم الموضوع الدروس بسرعه ولا قعدت شويه لغايه لما فهمت؟ انت قعدت شويه لغايه لما فهمت يعني. قعدت شويه طبعا. معلش اسئله غراميه، انا مش عارف ان دي حاجه صعبه. تهت شويه وحاسس ان انا وكنت قاعد في القصه في الحصه كده، يا جدعان احنا مالنا. انا زهقت عايز اروح. كنت بصراحه اول شهر مثلا ما عنديش اصحاب، وجاي في نص السنه فمش عارف اعمل اصحاب جديده. فكنت قاعد اللي هو ايه، وانا اجتماعي، فكنت بروح المدرسه مع اني كان نفسي. ان كنت جاي متحمس قوي للدراسه، كنت خلاص عايز اهرب باي طريقه ان انا اقعد بيها لوحدي. كنت يعني بروح لها على طول يعني. كلمني عن اللغه. طورت اللغه ازاي؟ بالتعامل مع الناس بس. ما عنديش اساسيات التعامل. ايه يعني ايه اللي شايف اكتر حاجه تطور البني ادم؟ ايه الحاجات الاساسيه اللي ممكن يخش عليها وبعد كده ينتقل لايه؟ اكتر حاجه تطورك ان انت تحاول تتكلم. حلو. ان انت بس تحاول يعني. انا عارف ناس كويسه قوي من مصر وعندها حصيله كلمات رهيبه، بس خايفه من الكلام، خايفه انها تغلط، فمش مش خايف يعني. خوف هو المشكله. فدي ما كانتش حاجه كويسه. فانا احط نفسي واتكلم والاقي اللي قدامي بيحرجني، فانا واحده واحده ابتدي افهم. هو مش بيحرجك، اقصد ان هو بقى اصلا هو تعرف لو قلت له كلمتين يعني مقطعين، هو هيقدرك ان انت بتحاول تكلمه بلغته. مش كلهم طبعا يعني. في طبعا ناس يعني مش معظم الناس يعني. بس يعني معظمهم كويسين يعني. لو هو عارف معرفه شخصيه يحاول يقول لك قولها بالطريقه دي احسن لك. عادي، اصحاب في الشغل، اصحاب في المدرسه، فبيعدلوا لي. طبعا هم عارفين ان انا قابل الكلام دوت، لكن في ناس عارفاك لاول مره فممكن تقول انت تفهمهم غلط، فمش بيقولوا. المهم ان هم فهموا انت عايز تقول ايه وخلاص يعني. في طبعا بتشوف افلام، تشوف مسلسلات. طبعا في الكلام ده كان كلام قديم، في كلام جديد دلوقتي. تستخدم شات جي بي تي وتخليه يعمل لك محادثه وتتكلم انت هو بالانجليزي. حاولت بس غبي قوي بصراحه. طلع عيني. يسالني سؤال ماشي كويس ان انت طمنت عليك خلاص. تعمل شات جي بي تي. في ابس كده نزلت كتير
قوي الايام دي. حتى في ناس هنا مش كويس يعني تركيز مثلا على الكلمات، ان انا احفظ كلمات كل يوم، تركيز مثلا على ان انا اتفرج يعني على في فيديوهات حياتك على العاميه طول. وانت ماشي كده. يعني طب انا شايف قدامي، شايف شجره، ازاي اقول شجره بالانجلش؟ شايف كرسي، ازاي اقول كرسي؟ ماشي مثلا لابس لبس معين، طب ازاي اقول بنطلون؟ ازاي اقول كوتشي؟ لابس الحاجات اللي هي أو اللي حواليا، وبعد فكل كده ما ابتدي تسال اطلع. يعني الحاجات البسيطه تلاقي نفسك. لو كل يوم، لما جيت جديد هنا كان حد بيقول لي كل يوم عرفت 5 كلمات جديده، 5 بس. بعد اخر السنه تكون عديت مثلا بتاع 1000، عرفت 1000 طبعا طبعا. فيبقى عدد يعني. فهتلاقي سنتين وتلاقي نفسك بقيت يعني. انت طبعا بعد اول 6 شهور تلاقي نفسك بقيت بربنت يعني، فمش محتاج تقول حاجه تانية يعني. في البدايه كانت المدرسين بيتكلموا ببطء شويه عشان في ناس في الفصل يعني اللغه عندهم تعبانه ولا؟ بصراحه الموضوع ده بيترتب على عدد اللي موجودين في الفصل لغتهم ايه. اوكي. يعني لو انت بتاخد انجليش، انا باخد انجليش في الفصل بتاعي مثلا، اللي موجودين لغات كلهم لغات مختلفه. فمش عارف يعني ما فيش حد لغه الاولى انجليش يعني، او واحد او اتنين بالظبط يعني. في ناس اسباني، وفي ناس روسي، وفي ناس عربي زي، وفي ناس هندي وكردي ويعني لغات مختلفه. فمدرس هو عارف ان هو بيعلمك انجليش، فهو طبعا مهدي السرعه بتاع الكلام يعني شويه. لكن في المواد الباقيه لكن على في المواد الثانيه باخد مثلا جفرمنت اللي هو الحكومه الامريكيه، فصل لازم تاخده. حتى مايكو عامله السرعه على 2. كل مره اقول لها انا بتكلم انجلش مره ثانيه، كل مره اقول لها انا لغتي الثانيه، انا لغه الانجليش لغه ثانيه، فبشويش. فلقيتها ان هي مش عامله اعتبار للكلام، فمشت بنفس السرعه، لان اللي في الفصل كلهم الانجليش بتاعهم لغه اولى. فهي فاهم انا الوحيد اللغه بتاعتي ثانيه، فهي عامله السرعه على 2 يعني. حاجات الباقيه دي سخيفه قوي. طيب بتفكر بالعربي والانجليزي دلوقتي وانت بتذاكر؟ لا بيفكر بالهندي بالصيني. بصراحه يعني المعظم عربي يعني، بس عادي ساعات مره كده تلاقي نفسك تهت فبتفكر بالانجلش يعني، بتفكر بطريقتهم هم يعني. بتحلم بايه طيب؟ يعني متابعه باللغه العربيه هتضغط لك معاد قبل ما تنام. بس بتفكر باللغه بالطريقه بتاعتهم، تلاقي نفسك تكلم نفسك بالانجلش يعني. طبعا انت قلت ما فيش لبس، طب في موبايلات ولا الموضوع بتخش من الموبايل عادي؟ السنه دي ممنوع نهائي في فيرجينيا، ممنوع نهائي تستخدم موبايل او اي جهاز الكتروني، ساعه، ايربودز، موبايل. ما بتروحش بيهم اصلا ولا بتروح وانت على الباب تقفلهم وتحطهم في الشنطه بتاعتك وتستخدمهم بس في اللانش بتاعك في الكافيتيريا، مكان محدد تستخدمه. انت ليك دولاب او حاجه بتحط فيه؟ لا انا ماليش، بس ممكن عادي تسال الكونسلر تديك واحد يعني. اوكي. طب لو انا خالفت يعني ما عملتش اللي هم هياخدوا منك الموبايل مثلا اول مره، وتاني مره، وتالت مره يبعتوا لك، او تاني مره يبعتوا لك انذار لاهلك او المسؤولين عنك. ثالث مره تمام، رابع مره يودوك بقى المحكمه تروح تقول لهم السبب ان انت بتستخدم الموبايل في المدرسه. كبروا الموضوع قوي. هو اوفر في الموضوع ده يعني. ايه العقوبات لو الطالب اتاخر او عمل مشكله؟ ضربوه؟ لو اتاخر مش مشكله يعني، مش هيحصل مشكله يعني. طب لو خناق دي بقى بيطلبوا لك ساعات، لو كانت يعني جامده شويه بيطلبوا لك البوليس، وبالاضافه لموضوع البوليس في المدرسه 24 ساعه، في عربيه بوليس او 2 موجودين قدام المدرسه، السكيورتي بتاع المدرسه، فتلاقيه جاي وكلبشك كمان يعني. الله. هل في تفتيش او نظام امني في المدرسه؟ انت قلت في عربيات بوليس، بس في تفتيش بقى بيفتشوك كده؟ هو مش تفتيش اللي هو يعني معاك حاله، يعني يعمل كده في جيوبك ويشوف تحت الحزام وفوق وكده يعني. تعالى ولو يروح ماسكك. مش تفتيش. انا اول مره اشوف التفتيش السنه دي، هو نظام سكيورتي بيبين لو انت معاك آلات حاده مثلا، زي بتاع المطار والحاجات اللي بتخش فيها. بالظبط. انت بتمشي بس في كده بتطلع كل يعني الكمبيوتر، اللابتوب بتاعك بتمسكه تديهوله، لانه يعتبر بيوغش على الجهاز او حاجه زي كده، بيبين هو بيصفر. او الحاجات المعدنيه بس. طلع مثلا لو معاك دوسيه في معدن، في مثلا اللي هي الحديده المعدن، بتديهوله وبتخش. الجهاز اخضر تعدي، مش اخضر ياخدوك على جنب يفتشوا الشنطه بتاعتك. مش هيفتشوك انت شخصيا، الشنطه بس، يشوف الشنطه بتاعتك يعني. في درجات للحضور وللسلوك والحضور؟ للحضور طبعا في، والحاجات اي حاجه بتعملها مطلوبه منك المدرس قال انك تعملها على درجه. والسلوك بلطجي، الادب، لسانك طويل، على اللي حواليك؟ بصراحه مش عارف قوي طيب كانت عليها درجات ولا لا، بس هو طبعا كل ما تكون محترم كل ما المدرس هيحبك اكتر ويعني يساعدك اكتر يعني. اوكي. ماشي. طيب هل بتشوف في اختلاف في احترام الطلاب للمدرسين هنا؟ طبعا.
هم اصحاب يعني مصاحبين نفسهم، مصاحبين الشباب يعني. اوكي طيب ناوي تكمل جامعة؟ انت طبعا اكيد هتكمل، انت قلت هندسة صح كده؟ صح. اوكي طيب اوكي حاسس ان الدراسة هنا ساعدتك تعرف ميولك او ايه اللي هتكمل بعد كده؟ يعني انت كنت في مصر ناوي ان انت تدرس حاجة مختلفة، جيت هنا قلت لا انا مش نجيب الكاميرا بس عشان ايه، ما يفضلوا هاتها يمين شوية ولا شمال شوية ولا اي حاجة، خليهم يشوفوا حاجات تانية او هاتها الناحية التانية كده ست قاعدة هناك هتقول صور. ازيكم وحشتوني والله. اتفضل. احنا خلاص قربنا نخلص يعني معلش. اللي جيت هنا بصراحة أنا كنت في مصر كنت علمي علوم، كان نفسي أخش علم رياضة بس ما دخلت علمي علوم. ما صدقت أنت بقى فكنت محدد حاجة مخصصة كلية طبية في دماغي وكنت ماشي على النظام نفسه. ولما سبت مصر وجيت هنا الكليات الطبية هنا عدد سنين مهول بصراحة يعني. أنا أسمع إن مش عارف بيخلصوا 4 سنين من كلية عادية وبعد كده يخشوا يدرسوا يعني ليها نظام معقد شوية وامتحانات لازم أن تعديها، وغير كده غالية شوية، غالية قوي. يعني حتى لو وفرت الفلوس مش هدرس 15 سنة طب يعني فكان عدد السنين هو أنا مش هيكون عندي طاقة إن أنا أكمل العدد ده كله يعني، خصوصا الكليات هنا كليات خاصة فالفلوس كتيرة، فده كان سبب. بس أنت تقريبا ما بتدفعش حاجة في الدراسة؟ في الهاي سكول ما بتدفعش، المدارس بعد كده في الكليات والجامعات بتدفع طبعا، بتعمل اللي هو في فاينانشال ايد، اللي بتعمل فاينانشال ايد وبتقدم على فافسا وفازا وكمان بتقدم على سكولارشيب منح وحاجات زي كده. بس يعني بتدفع يعني في دفع في الاخر. في دفع في المدرسه بيكون في دعم في اختيار الجامعه بعد كده ولا الموضوع بيبقى منفصل؟ هو انت قلت موضوع المواد، هل بقى في حاجه اكتر من مواد ولا هو بس كل مدرسه وفي حاجه اسمه كولج سنتر اللي هو مكان ناس مخصصة موجودة مخصوص عشان تساعدك في موضوع الكليات. لو انت عندك اسئلة مثلا الكلية دي الفلانية انا عندي سؤال عنها ومش عارف، يبقى في بقى ناس مخصصة فهم موجودين عشان يساعدوك في مثلا الابلكيشن بتاعك اللي عملته حاسس انت حاجة غلط مثلا، فيساعدوك يحطوك على بداية الطريق يعني. طبعا بيقدموا في ناس بتيجي من الجامعات دي، فالسنتر ده بيعرفك لو في ناس جاية لو حابب تحضر، بيبعتوا لك على الابلكيشن برضه بتاع المدرسة. بيبقى في ميتنج كده على الكمبيوتر لو حب تحضر تتعرف اكتر على الكليات وكده. في اجتماعات بعد المدرسة او مثلا في الليل مثلا الساعة 7-8 بقى في المدرسة، فتروح تتعرف وتسمع منهم يعني. طيب بتتعامل ازاي مع ضغط الدراسة؟ هو في ضغط اصلا؟ في ضغط طبعا، اكيد في ضغط، لان انت كل ما تختار مستوى اصعب في الدراسه يحسن الجي بي بتاعك اكتر، يخلي المنح تجيلك بسرعه مثلا وانت بتقدم، يخلي الجامعات تقبلك بسرعه، او يخلي الجامعات تخليك انت اختيارهم الاول فيختاروك بسرعه بدل ما يختاروا حد تاني. فبيبقى في ضغط يعني وفي طيب انت بقى يعني بتعمل ايه بقى عشان الضغط ده يخف؟ بخلص اللي عليا وبعدها اروح اعمل اللي انا عايزه بس يعني. تفسح بقى وكده بالظبط. انت بتشتغل؟ انا بشتغل بارت تايم. بتنظم ازاي الوقت ما بين الشغل والدراسه؟ اساسا سهل ان انت تشتغل وانت بتدرس؟ كل اللي هنا كله بيشتغل في اخر كام سنه، لانه خلاص قرب من 18 فيبقى مسؤول عن نفسه يعني، ياخد مكان لوحده بعيد عن اهله ويجيب عربيته ويعيش حياته ويدفع لكليته، فلازم يكون بيشتغل يعني. طبعا هو على حسب الشغل بصراحه. على حسب يعني انا بشتغل بارت تايم ايوه، بس ممكن احطه في كل يوم 6 ساعات بعد المدرسه وانا بخلص الساعه 3 فاخلص 3 اطلع من على الشغل تشتغل فول تايم او تشتغل بارت تايم. فبيبقى على حسب انت بتعمله وعلى حسب الشغلانه دي، شغلانه على مكتب مثلا كاشير وحاجات زي كده، ولا شغلانه في جوه مطعم فادفع اكل واحط اكل وادي الناس وكده شايف الموضوع سهل انه هو يعني ولا ضغط عليك برضه؟ هو تعمله هتقدر تعمله يعني، مش مستحيل ولا صعب يعني، هتقدر تعمله بس هتتضغط يعني مثلا كنت بتمسك التليفون اليوم كله مش هتمسك، لازم تخلص اللي عليك يعني، بتقلل رفاهيات وبتزود بقى النفخ بالظبط، لازم تضحي بحاجات شويه عشان توصل اللي انت عايزه يعني. طب يعني هيبقى سؤال مجمل، الفرق ما بين الدراسه في مصر والدراسه هنا اوفرول؟ في مصر مش اختياري، ما تعرفش تختار الفصول بتاعتك، دي اول حاجه. ما تعرفش تدخل في نص السنه، دي حاجه برضو تانية. ضغط نفسي شويه؟ في ضغط نفسي طبعا من الاهل ومن المدارس برضو. من الاهل ومن المدارس طبعا، لما تكون في الثانويه العامه دي بتبقى مشكله شويه، بتبقى الموضوع صعب الناس والاشخاص اللي حواليك عيال برضو
الاولاد او الناس اللي معاك في المدرسه، يعني اللي هو الزملاء بتاعتك، طبعا تفكير مختلف وموضوع مفتوح شويه. مفيش تشابه بينك وبينهم اصلا. اوكي. فبرضه هنا بيديك الحريه هنا موجوده قوي، فكويس ان انت بتقدر تختار فصول مختلفه اكتر، فصول تفيدك في الجامعه. الكلام ده مش موجود في مصر. الجامعات في مصر كلها اختياري اللي هو بتقدم الرغبات، وكمان ببلاش لو انت تخش جامعه حكوميه. هنا مفيش جامعات ببلاش، ما بقاش في ببلاش. حتى الحكوميه سمعت انها بقت بفلوس، مش كتير بس بفلوس يعني. مش كتير بس يعني ما زالت موجوده. هنا الجامعات كلها بفلوس. الجامعات الحكوميه بتدفع لها فلوس. على سبيل المثال في جامعه هنا اسمها جورج ميسون. الجامعه دي بتدفع لها لو انت قدرت تثبت لهم ان انت مثلا قاعد في فيرجينيا اني ستيت وشغال في فيرجينيا وبتدفع الضرايب لفيرجينيا، بتدفع مثلا حوالي من 25,000 ل 30,000 في السنه. لو انت مش من فيرجينيا وبتتحسب اوت ستيت، يعني مثلا جاي من ولايه مختلفه لهنا، بتدفع مثلا حوالي 50,000 واكتر. ودي جامعه حكوميه في الاخر. هي جورج ميسون حكوميه. اوكي. فالجامعات الخاصه انا اسمع انا بس ما اعرفش. الجامعات الخاصه بتكون ان ستيت بتدفع 70-80,000 في السنه. فطبعا بتختلف. وحاجه مختلفه كمان بين هنا ومصر، هنا بتقدم على جامعات في بدايه السنه الاخيره، يعني في ثالثه ثانوي في بدايه الترم تقدم. واو، من بدري قوي كده. لكن في مصر بتقدم بعد ما تجيب الشهاده وتتقبل تروح تقدم على الجامعه. الدروس الخصوصيه في طبعا هنا دروس خصوصيه عادي. في دروس خصوصيه بفلوس ولا بفلوس طبعا، لانك انت ده مع المدرس نفسه اللي انت بتدرس معاه؟ لا مش شرط، عادي. لا مش المدرس نفسه، في مدرسين تاني عايز الموضوع رسمي. عادي تشترك مع حد على الانترنت او حد يجي لك البيت ويوريك عادة وتروح له ويوريك. بس طبعا الكلام ده محدود خالص، يعني انا ما شفتش حد عمله قبل كده ولا انا عملته. بس يعني في يعني الاوبشن بس موجود فعلا، والمفروض لو انت عايز تعمله يعني. بس انت بتروح المدرسه وتحاول تخلص كل حاجه تبع المدرسه، يعني مش زي مصر. يعني مصر النظام الحكومي معتمد على الدروس الخصوصيه، يعني هنا لا، معتمد على المدرسه، لانه الوقت هنا سريع، فمفيش حد مضطر يعني مش لاقي وقت انه خلاص. الموضوع مش للدرجه برضو في الصعوبه، فتقدر تتفاهم يعني. طيب في مصر كنا بنمتحن بالترم، هنا برضو الموضوع ماشي بالترم الاول ولا منفصل زي الدراسه بالظبط؟ مش بالترم. مفيش ترم. اول طبعا كل ماده والمدرس بتاعك على حسب الليفل اللي انت عايزه، فالمدرس هيطلب منك تاخد امتحان كل شويه. الامتحان لو سقطته مش مشكله، هتاخده تاني وتاخده تاني وتاني وتاني، يعني مرتين 3 مثلا. معاك 3 انت قلت؟ ده الامتحان العادي، مش الامتحان اللي هو اخر السنه. الليفل العادي اللي هو الريجولار انت مش محتاج تاخد امتحانات في اخر السنه. طبعا حاجه فاجئتني لما جيت هنا ان هو مفيش امتحان مطلوب اخر السنه، يعني اهم حاجه ان انا اشتغل مع المدرس واعمل له الامتحانات بتاعته والمطلوب مني كله. لكن الليفل اللي هو الاي بي والاي بي انت مطلوب منك تاخد منه امتحان في اخر السنه، لازم تعدي الامتحان ده. يعني تعرضت الموقف حسسك انك مش من هنا ولا؟ طبعا اكيد في مواقف حساسه. لما تحس ان انت جاي جديد ومعكش عيله ولا حد هنا مثلا واصحابك مش موجودين، طبعا الوحده هتجيلك من ناحيه. في الاول متحمس وتمام، بعد كده هتلاقي الوحده لوحدك من ناحيه، مفيش صحاب، مش عارف تطلع بره، والناس هنا كل اللي عندهم بيشتغلوا كتير ويوم واحد في الاسبوع يتفسحوا ومش عارف ايه، فتلاقي الناس الناس كلها مشغوله قوي. الناس بتشتغل شغلانه واتنين، يا اما تخلص مدرسه وتروح تشتغل وتشتغل كمان في الويكند عشان تخلص مصاريفها وتوفر فلوس ليها يعني. ففي الاول بيكون ده مش موقف مش ظريف يعني. بس انت بتتعامل ازاي مع موضوع بفسح نفسي يعني عادي. تروح مثلا اصحاب المدرسه اللي عاملهم عايز تطلع مع بعض بره تتفسحوا في مثلا اماكن عامه هنا بتعمل فسح مثلا تشترك فيها وتروح معاهم، مش بتدفع فيها فلوس كتير. تروح مثلا في الكنيسه والجامع بيعملوا برضه فسح، لو انت اكيد هتعمل اصحاب طبعا. مجرد ما بتكون موجود في المكان بتعرف تعمل يعني بتتعرف على ناس، بتعرف تعمل اصحاب، وهم طبعا بيرحبوا بيك قوي. ناس كويسه يعني، فبيساعدك يعني الموضوع في البدايه يعني. سهل ان انت تلاقي شغل مع الدراسه؟ الموضوع كان سهل بالنسبه لك ولا قعدت شويه لغايه لما عرفت تلاقي؟ ما قعدتش كتير، قعدت حوالي 20 يوم. قدمت طبعا على مطاعم كتيره، ورحت مطاعم بنفسي. طبعا بيقول لك قدم على النت 10%، لسه معانا ال 10% لغايه ما تجيب اخرها. بيقول لك قدم على النت مثلا على الشغل،
قدمت على النت واروح بقى. بس ناس قالت لي كتير في البدايه، قالت لي بيقدروا اللي يروح يسحب بنفسه كده، يروح قدام مش المطعم. بيقدروا هم لازم ترخم عليهم بجد. هم بيحبوا كده. تروح قدام المدرسه قدام مكان. سوري المطعم بنفسك او السوبر ماركت او هو مثلا، وتروح بنفسك تسال. انا فضلت اسال، رحت حوالي 20-25 مطعم عشان في الاخر يعني انت واحد منهم قال لي تعالى واشتغل. فحطيت عدد الساعات اللي انا عايزه اللي اقدر اذاكر منهم، وفي نفس الوقت اقدر اشوف حياتي يعني. الشغل عامل ايه؟ تقيل ولا؟ هو بس عايز تنظم وقتك قوي يعني عشان تقدر توفر الدنيا وتظبط الدنيا. لو حد ناوي يجي يدرس في امريكا تنصحه بايه؟ انصحه طبعا النصيحه الاولى والاخيره ان هو يحسن علاقته بربنا، لان مفيش حدود هنا نهائي. شاطر. حلو. مفيش حدود، حتى مفيش حدود للحلو وللوحش. يعني الحلو ممكن لكل حاجه، كل حاجه للاخر يعني. كل حاجه الوحش مفيش حدود، ومحدش هيقول لك اعمل وما تعملش. تلاقي كل حد براحتك واعمل اللي انت عايزه. طبعا احنا واخدين في فكره غلط عن هنا، شايفين ان من الافلام اللي بنشوفها وان هم اوفر قوي في المواضيع اللي هو الاباحيه وكده، بس هو الموضوع مش قوي يعني كده. ده اول حاجه، علاقتك بربنا واعمل اللي انت تقدر عليه بس. يظبط لغه، يظبط حاجه، اي حاجه تقدر تعملها اعملها. استغل وقتك يعني. عايز تظبط لغتك شويه، كل يوم تحدد عدد دقايق معين كل يوم، بس ربع ساعه كل يوم هيبقى ممتاز. تحسن لغتك، تشتغل مش عارف ايه، تعرف على كده يعني. اي طبعا في الاول هتكون فاضي، بس بعد كده بتعب ان لو لقيت وقت تقعد مع نفسك يعني. اكبر غلطه عملتها في الاول، عشان لو عديت بحاجه يعني عملتها غلط مثلا وعايز تنصح الناس انها ما تعملهاش؟ ان انا كنت عاطي موضوع تعليم اللغه اكبر من حجمه يعني. الموضوع مش كبير لده. كل ما اسال حد اقول له ازاي اتعلم لغه وازاي اقطع، ان انا بقيت ابذل مجهود ان انا اسال اكتر من اعلم نفسي. فدي كانت ما بقتش تذاكر، بقيت تضيع وقت فيه. فده كان موضوع حاجه كويسه يعني. خليها تعدي براحتها. ايه اللي كنت تتمنى تعرفه قبل ما تيجي هنا؟ قبل ما اجي هنا بصراحه كنت اتمنى اعرف المعلومات اللي انا بقولها دي، كنت اتمنى ان انا اعرفها كده تسهل لي اكتر. كنت اتمنى حد اللي هو زي بتاع مصر كده ياخدك من ايدك ويوديك، يقدم لك ويعمل لك يعني ويساعدك في الموضوع. لكن الموضوع طبعا هنا مفيش حد بيعمل الكلام ده يعني، غير لما يكون عارفه او حد حابب يساعدك. لكن في العادي محدش هيعمل معاك كده يعني هتيجي تشوف واو بلد جميله وانت لوحدك فعلا يعني. انت تقف كده تحس نفسك في وسط صحراء وفي وسط بحر، محدش هيمد لك ايده غير لما انت تمد ايدك وتطلع نفسك من الموضوع يعني. انا بحس الموضوع ده قوي يعني، حتى ان انا يعني دايما ما اقدر اركز، لا ده انا ما عنديش صحاب، انا ما عنديش ناس ما اعرفهاش، الاقي المشكله مني. ما الناس لو مش عارفاني عمرها ما تعرف توصل يعني. انا لو ما رحتش الكنيسه او ما رحتش الجامع، هو انت بتحاول تعمل طول ما انا قاعد قافل على نفسي بالظبط يعني. لانه الناس هنا يعني الناس كلها مشغوله طول الوقت. طبعا عادي لو انت عندك صحابه تحاولوا توفروا وقت يعني. انا واحد صاحبي في نيويورك باخد منه ميعاد عشان اكلمه، لان هو شغال مواعيد مختلفه وفي مدرسه مختلفه فمش عارف اكلمه، فباخد منه ميعاد ان انا اعرف اتكلم انا هو شويه واطمن عليه يعني. في حاجه عايز تقولها للناس قبل ما نخلص؟ احنا طولنا وانا عارف حقك عليا، بس نشوف ولا يهمك، نشوف الكومنتس بتاعتهم اللي يكتبوها لو في مسألة عندهم معينه بطريقه دراسه واي حاجه في الهاي سكول او تقديم للكليه. انا مستعد ان انا اسال يعني. احنا تعبناك جدا وشكرا لوقتك، ومبسوط ان انت طلعت. ما كان نفسي تطلع معايا فعلا جنبي بس شكرا وشكرا جدا يعني. لا طبعا من عينيا الاثنين. يعني كده خلاص الفيديو خلص. اتمنى نكون جبنا معظم الاسئله اللي جت يعني في القناه، ولو في حاجه عايزين تقولوها في التعليقات، وما تنسوش يعني كومنت ازيك عامل ايه الحمد لله يعني، ناخد وندي كده مع بعض، عشان انا يعني ما فيش حد بيعبرني في الدنيا دي. ماشي يلا، مبسوط اني يعني كنت معاك، واشوفكم الحلقه الجايه. وباي باي باي.